طيب، خلينا نبدأ. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، ولو الصوت مش واضح ممكن حد يبعت لي بس إن الصوت مش واضح ولا حاجة. أولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وأنا مبسوط جدا 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 إن الناس اهتمت بموضوع الويبينار العقاري ودخلت واهتمت، وأنا عارف إن في فرق توقيت ما بين مصر والسعودية والإمارات وقطر والدول اللي كل الناس منها، فاعذروني وحقكم عليا. أحب بس أعرفكم بنفسي سريعا. أنا اسمي مازن إبراهيم، أنا خبرة في المبيعات 15 سنة دلوقتي أهو، وشغال من أيام بقى من قبل الثورة والثورة والفترات الصعبة اللي كان الواحد بيمر بيها والبلد كلها بتمر بيها. في قطاع المبيعات اشتغلت في شركات مالتي ناشونال وشركات جلوبال في الخليج وفي مصر، بس أنا يعني كنت شغال فيها في اوريدي في مصر، بس هي كان ليها فروع يعني في الجلف كلها. وفضلت فيها من سيلز المدير مدير لغايه ما هيد اوف سيلز، لغايه بعد شويه كده فتحت شركتي في العقارات. انا عندي اكتر من شركه في مجال التسويق العقاري في مصر والسعوديه ودبي، فبشتغل اوريدي على الاسواق الخليجيه. واخر 3 سنين بالظبط بقيت فوكس اكتر على المغتربين. بقى خلاص هو ده مين لي اكتر العملاء اللي بتعامل معاها، وساعدنا الحمد لله اكتر من 150 مغترب اللي هم يشتروا بيت مضمون امن في خلال التعاملات مع بعض. فالواحد خلاص شاف كل العوائق وشاف كل المشاكل اللي المغتربين بيواجهوها، وستيل لسه بتكتر المشاكل ديت. فحبيت ان انا اقول معلومة قدام ربنا وقدامكم يمكن الناس تستفيد منها حاجة. جمعت ملخصات كتيرة وجمعت حاجات كتيرة، أسئلة كتيرة المغتربين بيسألوها، وبجد بشوف كمية حاجات مغلوطة بتوصل. أول حاجة اللي ممكن تبقى غلط متهولة جامد قوي. وفي جروبات أنا شفتها بره مصر، يعني في السعودية وما شابه. بلاقي جروبات بتنقل عننا أخبار بجد أوفر، فيها جزء صح بس مش بالضخامة دي ولا بالوحشة قوي دي يعني. وعارف ان احنا مهما اتغربنا ومهما رحنا ومهما جينا اكيد في مثلا في يوم من الايام هترجع لبلدك كده كده. انت اصلا كنت مسافر عشان تجيب حلمك وفكرة الشقة وفكرة الفيلا وفكرة المحل، انك يكون ليك حاجة جوه بلدك. ف بيصعب عليا ان انت بعد ما تتغرب تقول لا بلاش، او بتسمع اخبار وحشة او الحاجات دي بتبقى صعبة جدا. فانا هقول لك هدفي من الويبينار دوت. الويبينار ده مش هدفه خالص بيع، ولا بيع ولا اوفرات ولا عروض ولا الكلام ده خالص خالص. نيتي لله يعني. الهدف الويبينار الحقيقي ده حاجتين، او ليه انا عملت الويبينار ده لسببين. السبب الاول ان انا كنت في يوم من الايام مكانك لما جيت اشتري شقه او فيلا او وات ايفر يعني، من 12 سنه تقريبا او 13. شفت كميه التوهان. فهمت. ما كنتش فاهم ساعتها ازاي. انا كنت بدور مثلا في اكتوبر والشيخ زايد، وبعد كده رحت الشروق، بعد كده بدور شويه في التجمع. فما كنتش فاهم وما لقيتش حد كان يفهمنا الخريطة أصلا. يعني ما كانش في حد يفهم الخريطة يقول لك هو منين بيودي على فين. ما فيش ده. ما لقيتش فكرة. عارف انت الاستشاري بتاع الدكتور او الدكتور يعني بتروح تاخد تسأله، فهو بيقول لك بيكشف عليك يقول لك انت عارف واحد اتنين تلاتة، ما بيضغطش عليك بقى عشان تاخد الدواء. انا اصلا ما لقيتش ده. كل اللي لقيته لسيلز مع كل مطور شايف ان شركته ومشروعه هو الافضل والاحلى والاجمل على وجه الاطلاق، والف التفضيل دايما مقلقه. يقول لك انا اجمد واحد، انا احلى حاجه، انا اطول مده ثبات، انا اصلا مش عارف ايه. الحاجات دي بحسها، انا كنت بحسها اشتغالات يعني، بحسها مش افضل حاجه، ولا مش هو ده اللي انا عايزه. فكنت بتلطش بقى، اروح هنا شويه واروح هنا شويه واجي هنا في الاخر ربنا وفق. قعدت في الاول اول مره خالص اجلت القرار لان ما كنتش فاهم ولا وتايه. انا بكلمك بقى في 2015 و14 وكده، فكان ورا قوي يعني. وكان برضو الاختيارات اقل من الموجوده من دلوقتي بكتير بكتير يعني. فاجلت القرار لغايه ما لما خدت قرار بعدها بسنتين ولا حاجه، كان توفيق الهي بحت، وده ما بيحصلش كتير مع ناس كتير، لان انا ما كنتش عارف المطور ورايح وربنا يسهل لي. فاول سبب اللي انا عشت ده وما لقيتش حد يدلني في اي حاجه، ومع نفسك. السبب التاني بقى ده مع المغتربين بالاخص. زي ما قلت لحضرتك كده، انا اخر 3 سنين اتعاملت او في 150 مغترب اشترى من خلالنا. في بقى 3 4 5 اضعافهم انت بتقعد معاهم وبتشوف وبتتكلم. كمية معلومات متلخبطة، وكمية أهداف متلخبطة، وكلام مشتت مش طبيعي.
وفي ناس بتأجل قرارها. انا قابلت حد بيأجل قراره 15 سنة، 15 سنة بيأجل ليه؟ عشان خايف. ليه؟ عشان قلقان لحسن يضحكوا علينا، لحسن دول نصابين، المطورين مش عارف ايه، اصل بيتأخروا، اصل مفيش قوانين. فلقيت كمية قلق وتوتر مش طبيعية. ولقيت ان هو اصلا اخر معلوماته عن مصر، عارف ان في حاجة اسمها عاصمة ماشي، بس ما يعرفش اي حاجة خالص. طب التجمع السادس؟ لا، ما يعرفش التجمع السادس. طب ده انت عارف اللي فيه نزل سبعة وثامن كمان؟ طب لا، ما يعرفش. طب تعالى بقى الناحية التانية في زايد، هو اخره الشيخ زايد القديمة اللي بقت خلاص بقت قديمة، وما يعرفش في حاجة اسمها احواض، وما يعرفش الشيخ زايد الجديدة. ولو يعرف، هو ممكن يكون عارف معلومة كده على الطاير من كتر المكالمات اللي جات له. وكل مكالمه بتجيلك هي انا احسن واحد. فحسيت اللي او شفت اللي من واجب عليا قدام ربنا، اللي انا اوجه على قد ما اقدر الناس. يا جماعه خلي بالكم، الموضوع واحد اتنين تلاته. وفي شركات انت كمغترب تشتري فيها، وفي شركات لا. يعني انا من مدرسه تلعب في المضمون، مش مدرسه المغامره. وخصوصا مع اللي مسافر وشقيان وقاعد سنين عمره عشان يكون القرش، فمش بالسهل اقول لك حط اصل السعر هنا حلو. انا ضد مدرسه السعر، يعني انا مش مع فكره اصل السعر حلو أو اصل الاوفر جميل ومغري. لازم نوزنها بالعقل شويه. والشقات مش بالسهل اللي هو يترمي عشان خاطر اوفر ونسبه خصم والكلام اللي مش حقيقي في الاخر. انت في بلدك او في البلد اللي انت فيها دلوقتي، قطر، السعوديه، الكويت، البحرين، الامارات، بقى في جوده عيشه معينه انت اتعودت عليها. جودة العيشة ديت شئت أم أبيت مش هتلاقيها في بلدنا دلوقتي غير في كومباوندز، ومش أي كومباوندز كمان، حاجات معينة. فأنت عشان تبص على عامل السعر بس صعب. عشان تبص، لأن معظم المغتربين بيكونوا عاوزين يعيشوا فوري، او يشتروا فوري بس عشان هو يطمن، بس عشان انا قلقان لحسن من اللي بسمعه. طب انت محتاجها؟ حقيقي محتاجها؟ لا، مش محتاجها دلوقتي. هو محتاجها، بس ممكن ما يكونش محتاجها النهارده ولا بكره ولا بعد ولا في السنه دي اصلا. بس هو قلقان. انا دلوقتي خايف ومتوتر وبسمع اخبار وحشه، فلا. فانا حسيت ان دوري من كتر التعامل، ودوري ان انا كنت في يوم من الايام تايه وما لقيتش حد يوجهني. فقلت يعني اوجه انا على قد ما اقدر من معلومات. أه، ما تعرفش العميل ممكن يكون حضرتك في لحظه من اللحظات عاوز توصل للنقطه ديت، بس الدنيا مش ماشيه معاك احسن حاجه. فعملت الويبينار ده. تعالى نخش، ده كان تعريف بسيط. وانا ليه الويبينار ده انا شايفه مختلف؟ دي انا بس اهم حاجه الشير سكرين تبقى واضحه مع حضراتكم. يعني لو مش واضحه حد بس يكتب لي في المسج ده مش واضحه عشان اعدلها يعني. بس اظن يعني واضحه. طب ده هنا تجميع المشاكل او الاسباب ان المغتربين قابلوها، وانا كاتبها هي. يعني انا مش مزود فيها حاجه، ولا الكلمه كلمه مكتوبه هنا. ده من مغترب قالها لي، ومن ناس قعدت معاهم. انا بسافر السعوديه والامارات وبقعد بحكم شغلي، فبشوف بقى فكل واحد بيقول سبب. ده جمعت على قد ما اقدر الاسباب المختلفه. في حاجات طبعا كتير قوي مكرره، يعني ممكن سبب مكرر ل 20 مغترب. لكن انا بحاول اجمع المتفرق يعني. هتلاقي واحد مازن. يقول لك انا اشتريت في مكان غلط. مازن دي اكتر سمعنا. من اوائل الجمل اللي انا بسمعها. انا اشتريت في مكان مازن. غلط. طب عرفت ان هو غلط؟ عرف بعد ما استلم او قرب من الاستلام. كان اشترى على السمع واشترى من غير زي ما بيقولوا كده ايه، من غير ما يشوف الخريطه. ثواني بس عشان. طب هي واضح ان الخريطه مش باينه. مازن سمعنا. الو. ايوه سمعنا. ايوه. انت عامل شير للداونلود فولدر بتاعك، مش عامل شير للسلايدز او ازاي بي ده؟ دي اف او اي حاجه. تقريبا انت عندك سكرينز، فانت عامل شير للسكرين غلط، او عامل شير لويندو بتاعت الداونلود فولدر بتاعك. فاحنا شايفين الاوفيس داونلود فولدر بتاعك. طيب كده. اه كده كده الحمد ظبطت لله. صح؟ الله كده تمام. يسلمك. بس يا ريت تعمل لنا بقى اف 11 ولا حاجه عشان الشاشه تكبر شويه نبقى شايفين اوضح. اكبر الشاشه اكتر. فول سكرين يعني لو امكن. تمام كده. يعني لو في فول، لو تعرف تعملها فول سكرين يبقى احسن.
ايوه تمام عشان بس. تمام، واضحه الصوره. ايوه بس انا ممكن ازوم اكتر عشان بس اعرف اتحكم في حاجات تانية فغصب عني معلش. هي واضحه تمام. فدي انا جمعت كده دي الاسباب اللي زي ما قلت لحضرتك كده المغتربين بيقولوها. اشتريت في مكان غلط، ولما تيجي تقعد تتكلم معاه طب انت اشتريت في مكان غلط بناء على ايه؟ بناء على اللي قالوا لي. طيب او سمعت ان ده هيحصل مش ده، ويجي هنا فكره اصل انا اشتريت الماستر بلان حاجه والواقع حاجه. خلي بالك مش شرط اشتري مكان غلط يعني اللوكيشن كله غلط. مش شرط ده. شرط ممكن يبقى اللوكيشن كله غلط، او اليونت بتاعته على الماستر بلان مش دي اللي جه استلمها. بص. وهنا بقى بيحصل ماس كوميونيكيشن ما بينه وما بين السيلز وما بين الشركه، فيلم كبير هنا بتاعت اشتريت في مكان غلط دي. دفعت سعر اعلى من السوق دي دايما في الريسيل. دي دايما في الريسيل. في البرايمر ما بيكونش سعر اقل من السوق، سعر اعلى من السوق، لا هي بتبقى كلها ايكوال طالما انت في منطقه واحده فبقى في سعر منطقه معروف وفي مطور وفي كل حاجه. دي دايما في الريسيل. الريسيل دايما بيبقى فيه سعر اعلى من السوق، بس دي كانت فتره ممكن لاخر سنتين الناس اللي اشترت في تعثر الى حد كبير في او في تعطيل شويه مش عارف يبيع، ودي ليها حلها يعني. بس هو مش عارف يبيع، ده هنقولها في الاخر. اه بصوا في سببين انا شايفهم اخطر سببين. السبب الثالث وثقت في اشخاص غير المؤهلين وسالت واحد صاحبي. الاثنين دول ما لهمش حل يعني. دول ما فيهمش حل بقى خلاص يعني هو ما حدش بيعرف يحلهم. لان انا اشتريت او وثقت ناس غير مؤهلين، دي ناس كتيره. ومش قصدي بيها سيلز وده يبقى سيلز فاهم وده مش سيلز فاهم، لا. ممكن اشخاص انا فوضت ناس في مصر، في ناس بتفوض المحامي بتاعها اللي هو يروح يخلص لها. المحامي دوره مهم جدا بس مش في البدايه. المحامي دوره مهم جدا ممكن في النص وفي النهايه، مش في البدايه خالص. في ناس بتمشي مش بتمشي بس بتقلد صحابها. انت اشتريت فين؟ انا اشتريت في العاصمه. اه فين في العاصمه؟ في شركه كده اسمها EGT اي حاجه. فيلا انا هشتري مع صاحبي من باب الطمأنينه. لكن وفي ناس تانية ما بتكونش عارف اصحابها اشتروا فين اصلا يعني. طب انت يا باشا بقى اشتريت فين؟ صاحبك اشترى فين؟ ولا ما يعرفش. فانا هشتري معاه. بغض النظر بقى هو انت بتعتبر ان صاحبك طالما اشترى خلاص يبقى كده فاهم؟ لا هو مش شرط. ما هو ممكن يكون يعني ما اشتراش افضل حاجه فانت مكمل وراه يعني العربيه لبست وراه على طول ظهر في ظهر. والسبب برضو من ضمن الاسباب ان الهدف مشتت. ايه الهدف مشتت دي؟ ودي الاغلبيه العظمى. انا بشتري شقه عشان اسكن فيها، لو ما سكنتش ابيعها او لو ما بعتهاش اسكن فيها. اللي هو ايه فاهم؟ انا هخش علمي عشان اخش هندسه. طب لو ما دخلتش اخش تجاره فهخش علمي يبقى مفتوح لي هنا وهنا، فمش هتنفع مش هتيجي. وفعلا الموضوع اثبت فشله السنين اللي فاتت دي كلها. الشقه للشقه والتجاري للتجاري. فكره انك تشتري شقه وايا كان عشان بس ايا كان موقعها الفيو بتاعها، بص على الجنه بص على النار، صدقني ما بتفرقش في حاجه في الريسيل. ولو بتفرق بتفرق في حاجه بسيطه جدا، وما بتفرقش في حاجه في الايجار، ولو بتفرق في 1000 من 500 ل 1000 ونص في الايجار، فهي مش فارقه قوي. فبلاش آه، التركيز الزياده. فكره اصلا اليوم بتاعتي مميزه ده هنجيلها قدام. من 2023 او من اخر 2022 ظهرت الموجه بتاعت الفليبنج اللي هو انا هشتري النهارده واصبر سنه سنه ونص بالكتير واطير اليونت بتاعته. في ناس كانت بتبيع الاي اي ده يا جماعه اللي هو جديه الحجز. يعني ايه؟ مثلا مشروع في زي ماونتن فيو في مستقبل سيتي. انا عملت استثمار حجز سيت ب 100,000 جنيه وهتسكن يعني هختار اليونت بتاعتي بعد اسبوعين ثلاثه. فانا خلاص اخترت اليونت، اجي اقول لك بقى تعالى انت بقى اشتري الاي اي بتاعتي ديت واسكن انت مكاني. وصل بالمرحله للناس اللي كانت بتبيع الاي اي ديت، وده اثبت فشله والناس كلها خسرت في الفتره ديت. وفي ناس كتيره جدا دخلت العقار بنظريه السبوبه. وصلت لمرحله دلوقتي اللي هي في يونت كتيره جدا ممكن تكون حضراتكم حد منكم حصل له كده او يعرف حد حصل ان اليونت بتاعته رجعت للشركه. وحصل ان ده ادى لضغط عصبي ونفسي وذهني ومادي عليه في الفتره اللي فاتت وخصوصا 2024 و25. يعني الناس ما كانتش حاسه قوي ب 23 من نص 24 وانت رايح ل 25. الدنيا بقت صعبه قوي. ففكره الفليبنج وبعد سنه وسنتين وطير والكلام ده. آه، النقطه اللي بعدها ما قريتش العقد. وهنا بتعرف بص العقد عشان كنت انا بحث الموضوع ده. العقد
في شركات التطوير الكبيره ما بتغيرش، وما تفرحش ان في شركه بتغير لك العقد، تعرف ان ده مش شركه كبيره. العقد هو اسمه عقد اذعان. يعني ايه عقد اذعان؟ يعني يا تقبله كله يا ترفضه كله. والشركات بتفسر او بتدي مبرر ليه انا عقدي بيبقى عقد اذعان ما ينفعش اغير فيه، لسبب واحد. يقول لك انا واحد ضد مثلا 1000 عميل اشتروا عندي، فمش هينفع اغير بند لكل عميل. طيب اهم بنود في العقد، اهم بنود في العقد او اهم 3 صفحات في العقد، 4 صفحات. الصفحه الاولانيه دي حياه او موت، دي اللي فيها التسلسل، دي اللي فيها حدود الارض، دي اللي فيها الرقم بتاع الارض، دي اللي فيها اسم المشروع ده، دي حياتك في الصفحه الاولى، لان دي ملكيه الارض نفسه للمطور. فدي رقم واحد. الصفحه الثانيه والاهم صفحه البيمنت، الجدول الاقساط، وده ناس كتيره جدا ما بتقراهوش، بتتفاجئ بالاقساط وبتتفاجئ بالصيانات، ما بتكونش عارفه جدول دفعه الصيانه امتى، وجدول الصيانه وجدول الاقساط. فخلي بالك من الصفحه الثانيه. الصفحه الثالثه هي الماستر بلان واللاي اوت. لازم تشوف الماستر بلان وتتاكد ان اليونت بتاعتك على الماستر بلان هنا، وتشوف اللاي اوت، التقسيمه الداخليه. اللاي اوت دي يعني هو التقسيمه الداخليه للشقه بتاعتك، وتتاكد منها كويس قوي قوي قوي. لان بيحصل، مش هقول لك لعب، هي ما بيحصلش لعب عشان نكون صراحه، هو بيحصل انا بكون فاهم حاجه. لازم هذا اللي دربه. هو انت بتختار تضغط هيك اذا شفت تحرك عنها كل شيء خلاص هي تضغط خمس. فبيحصل مشكله هنا انك انت بتشوف اليونت بتاعتك على على اللوكيشن، او بتشوف اليونت بتاعتك على الماستر بلان حاجه، واللي اوت ما بتتاكدش منه. ولو بتتاكد منه مش هيحصل المشكله الخاصه بي ان انا اشتريت حاجه وجيت على ارض الواقع لقيت حاجه تانيه. فخلي بالك قوي من الجزئيه دي. طب ايه اهم صفحه بقى في كل الفيلم دوت؟ بند الفسخ. بصوا يا جماعه، المطور بيخصم 10% من توتال السعر، مش من المدفوع. يعني انت اشتريت يونت ب 5 10 مليون، تمام؟ ال 10% من 10 مليون مليون جنيه. انت ما تلزمش في الاقساط، وهنخش لها، بس يعني امشي معانا القاعده الاخيره. انت ما تلزمش في الاقساط، هتيجي في الحته اللي انت ما تلزمش فيها وهو هيفسخ، هيخصم ال 10% من التوتال مش من المدفوع. فغالبا غالبا بتلاقي اللي انت هتخصم منك اكتر من اللي انت دفعته. طيب بند الفسخ بقى، في نوعين من الشركات بتتقسم ليه الجزئيه دي. الجزء الاول بيديك فتره سماح على كل قسط كوارتر. من الاخر، انت القسط بتاع حضرتك يوم 1 يناير، ويوم 1 4، يوم 1 7، 1 10. ما يجيش عليك القسط الجاي غير لما كنت دفعت القسط اللي قبل. يعني معاك من يناير لغايه قبل 1 4 بيوم، دخلوا قسطين على بعض، نزل شؤون قانونيه. ودول المطورين الحلوين. في مطورين تانيين يقول لك لا، انت ليك فتره سماح في العقد كله 90 يوم، استنفذتها خلاص ماليش دعوه بيك. طيب بعد ما تستنفذها ليك على كل قسط شهر بس تاخير. فيعني انت قسطك يوم 1 يناير، هتيجي يوم 1 4 المفروض تدفع قبل ده، كنت دفعت القسط. انت لا، جيت لغايه يوم 30 يناير ودفعت القسط. هنا انت استنفذت المحاوله بتاعت 90 يوم طول مده العقد، خلاص مالكش حاجه عندي. ليك عندي ايه؟ ان القسط بتاع 1 4 ده اديك عليك شهر، من 1 4 ل 1 مايو. عدينا 1 مايو دخلنا في 2 مايو، هتنزل شؤون قانونيه وهيتم الفسخ تلقائي. عشان كده بقول لك بند الفسخ ده يكاد يكون الاهم على وجه الاطلاق. يعني اهم من كل اللي فات بند الفسخ، هو ده اللي بسببه بتحصل بيه المشاكل. وبيخصم من 10%. في عمله بتعرف تجيب حاجه هي مش قانونيه بس بتمشي يعني، بتجيب ال 10% دي بتحاول تجيبهم 5%، بيبقى ليها ظروفها كده وليها السكك بتاعتها. فدي تقريبا هتلاقي حضرتك، سواء ده حضرتك واحد منهم او تعرف حد، هتلاقي المشاكل دي. واخر حاجه هو فعلا خدت قرار من ناحيه عاطفيه. حد اتحايل عليا قال لي طب ما نيجي نشتري مع بعض، احنا اصحاب نشتري في عماره واحده. حد من قرايبي قال لي يلا. هتلاقي قرار عاطفي اكتر منه مدروس. وهتحط فيه الطموحات الكتير.
وهنخش ونبيعها، ويلا خش انت بجزء قليل واحنا هنبيعها وما تقلقش، فطمع في المكسب يعني. وده ما بيحصلش. دي هتلاقيها تقريبا معظم الاسباب اللي مغتربين بيشتكوا منها، واللي انا خدت بالي منها واللي انا قدرت اجمعها. هنيجي بقى للجزئيه اللي هي ايه، قتلت بحثا العقار ولا الذهب. طيب دقيقة واحدة دقيقة واحدة. هنيجي بقى للجزئيه الخاصه بالعقار والذهب. طبعا بتسمعوا دلوقتي وطول عمرها بنسمع المقارنه ما بين الذهب والعقار والبورصه والحاجات دي. انا ضد المقارنه ما بين الذهب والعقار تمام، المقارنه يعني ظالمه جدا. وانا مش هاخد صف الذهب، مش هاخد صف العقارات بما اني شغال في العقارات، لا خالص. انا ليه ضد المقارنه ديت؟ لما تيجي تحسبها وتمسكها ورقه وقلم، هما الاثنين اصلا ما فيش منافسه يعني. ليه عاملين لهم زمالك واهلي؟ انا مش فاهم يعني. هو الموضوع اصلا ملوش علاقه ببعض خالص. لما تيجي تفكر فيها، الذهب ليه مميزاته العظيمه جدا ما حدش يقدر يتكلم عنها، والعقارات. والعقارات هنا يا جماعه مش مقصود بيها الشقه، عشان بس ما نختصرش العقار في الشقه. اضعف جزء في العقار الشقه، خلاص يعني، واقل مكسب واقل ربحيه ووجع دماغ الشقه. لكن المحلات والاداري والطب هو دي اسمها العقارات الحقيقيه. فالذهب ما بينافس، الذهب بيخدم، الذهب بيساعد. خلينا نتفق ان مفيش حد فينا عنده طولة بال واستمرارية تحويش كل شهر فلوس لجرامات ذهب، الا لو انت تاجر. يعني انت تاجر بس. لكن معظمنا، يعني مش عاوز اقول كلنا، ما عندناش القدره ان احنا نعمل التزام علينا كل 3 شهور انا بجيب دهب ايا كان الوضع. ده ما بيحصلش. فكره ان مفيش كوميتمنت على الذهب اللي هو من ناحيتنا، يعني الذهب اللي احنا نشتري اللي هو مش قسط من الاخر، بيخليك لما يكون معاك فلوس تشتري اكتر. لما السوق يقول اللي هو طالع تشتري من دلوقتي عشان استفيد. طب لكن غير كده انت مش هتشتري ده ولا بتشتري فضه. قليل جدا جدا الستات اللي هي اكتر ناس بتعشق الذهب ما بتشتريش دهب كل شهر، حتى لو جرام ما بتحصلش. ففكره الالتزام والكوميتمنت دي مش موجوده. لكن الدهب عنده مميزات رهيبه. سهل الدخول، سهل الخروج منه، يعني سهل تسييله، قيمته ثابته او بيحافظ على قيمته. فانت الدهب ده احسن وسيله تحط فيه فلوس، وهو الوسيله اللي حقق لك الهدف. يعني هو البنزين بتاع العربيه لكن مش هو العربيه يعني. الذهب لا يغني. في قاعده كده يقول لك الذهب لا يغني. تاني، انت مش تاجر. لو حضرتك تاجر ساعتها بنتكلم بقى في كتجاره. لكن طالما انت مستهلك عادي زيك زي معظمنا، فانت الدهب لا يغني. ليه؟ لان هو ما بيدخلكش حاجه. هو في حاله بيعه هو رقم واحد. اسهل، اسرع، احلى بيع الدهب في لحظه. اي حد يقدر يخش يشتري دهب من اي محل واي حد يقدر يبيعه. فدي ميزه رهيبه. دي ميزه ما بتتعوضش، ما بنلاقيهاش كده يعني. بس هل هو بيدخلك عائد؟ ما اظنش. مفيش عائد بيخش لنا من الذهب من السبائك او من الجنيهات الا لو في حاله بيعها. لكن بيجي يسندك وقت زنقه. فهو وسيله بتخدم عليك عشان تحقق حاجه. بقى الحاجه دي بقى هي ايه؟ هنا اختلف. هنا الحاجه بقى، الحاجه دي اللي انت تفتح مشروع بتاعك، الحاجه دي اللي انت تشتري محل عشان يجيب لك دخل. فدي الوسيله او دي الغايه ولا ايه؟ العقار هو الغايه. العقار هو ده اللي انت عاوز توصل له، هو دي النتيجه النهائيه اللي انت عاوز توصل لها. وتاني، انا هنا ما بقصدش العقار الشقه خالص. العقار مش الشقه، انا قصدي بالعقار اللي بيضر دخل. المحل بيضر دخل، العياده بتضر دخل، الوحدات الفندقيه، المكاتب، ده كله بيضر دخل. صعب الدخول فيه طبعا. وميزته ان عليه التزام اجباري، عليك قسط زي قسط كارد، زي قسط تامين، زي قسط المدرسه. انت لازم تدفعه ايا كان وضعك ايه، انت هتدفع يعني هتدفع. فده بيخلي عندك نوع من الالتزام لازم ادفعه. فدي بتخلي انا خلاص هشتري. بيخلي لك في دخل اجباري. خلاص انت في دخل داخل لك منه بقى، في دخل ايجاري داخل. فانت لازم بتحط فلوسك في ده عشان تدخلك فلوس. لكن انت مش هتحط فلوسك في عقار عشان تقعد قدام الطوبه وهي بتكبر ما بتستفادش حاجه. فلو انت هتفكر لها كاستثمار، الذهب هو اللي يوصلك للعقار. فدي حاجه انا بشوفها مقارنه ظلم، كلنا بنتكلم فيها. هو الذهب احسن ولا العقار؟
انت لو جاي عاوز حاجه في خلال سنه او سنتين، الذهب طبعا، يعني دي ما فيهاش مقارنه. العقار يا جماعه استثمار ممل، ممل قوي كمان. 17 سنين وانت رايح عشان تبقى انت كده مرضي زي ما بيقولوا، لكن عاوزها يلا بسرعه قومه وقلبه كده، لا. ده مش الذهب، مش العقار خالص. لكن الذهب بقى ايه المثال؟ يعني دي امثله حقيقيه من عملاء. الارقام اللي انا بقولها دي دلوقتي اللي ظاهره قدامكم ده، لو معاك 2 مليون جنيه كاش تقدر تشتري شقه ب 5 6 مليون مثلا. طب ازاي ده؟ اولا الشقه دي طبعا اوف بلان، مش هتبقى استلام فوري عشان نكون صراحه. طب ازاي؟ الشقه اللي ب 5 او 6 مليون انت لو دفعت لها مقدم ال 10% بتاعها يعني 500 600 الف، يتبقى معاك من مليون 400 لمليون ونص. وده موجود على فكره، الحاجات دي موجوده في التجمع، وموجوده في التجمع السادس، وموجوده في حاجات في الاحواض في زايد، يعني موجوده، وفي العاصمه طبعا. ده مثال حقيقي يعني، مش مش افتراضات. المليون 400 او مليون 500 الباقي ده، انت حضرتك تقدر تجيب الذهب النهارده عامل 8000 جنيه، يعني كسر ال 8 وكسر 8، وكل شويه بيزيد. كلنا عارفين اللي هيوصل ل 10000 جنيه مصر. معلش يا جماعه الصوت بس مش عارف مكان الشركه في ايه. آه فكلنا عارفين ان الذهب هيكسر ال 10000 جنيه، يعني مش سري. فانت دلوقتي المليون و500 ده، المليون 400 اللي انت اشتريت بيها الذهب سبائك او جنيهات، هيقدر يدفع لك الاقساط على فكره لغايه ما تستلم. بس بشرط اولا انك تشتريهم سبائك وجنيهات وتنوع ما بينهم. تاني حاجه انك تخلي الاقساط بتاعتك نص سنويه او سنويه. ما تخلكش تلعب لعبه الكوارتر، يعني ما تخليش قسطك كل 3 شهور. خلي قسطك يا سنوي وده الافضل، يا اما نص سنه. ليه؟ لان في خلال السنه هيكون قيمه الذهب زادت اوريدي، فهتقدر هي تسدد لك بيها الاقساط. انك انت لما تيجي تحسب الشقه دي اللي هي ب 5 مليون او ب 6 مليون على اقساط على 10 سنين، لما تشيل منها المقدم هتبقى ب 4500. ب 4500 يعني 450 الف في السنه على ال 10 سنين. هتلاقيها لما تيجي تقسمها على الدهب هتجيب لك لغايه ال3 سنين، تكفيك اقساط لمده 3 سنين ونص، 4 سنين لغايه ما تستلم. فهنا الذهب فات الشقه. لكن الذهب في حد ذاته لو معاك 2 مليون جنيه واشتريت بيهم ذهب، صدقني صدقني وسبتهم 3 سنين بقوا ب 5 مليون، مش هتعرف تشتري الشقه اللي كانت ب 5 مليون من 3 سنين. فعشان كده بقول لك الذهب بيغطي لك اقساط، بيدي سيوله، بيقلل الضغط النفسي يعني. بص يا جماعه، انا واحد مشتري عقارات وكذا حاجه. اصعب حاجه ضغط النفسي بتاع الاقساط يعني. وعليك اقساط وعليك التزامات، فانت عاوز حاجه تبقى تهديك، تسيل وقت ما تعوز تسيل تحطها في الاقساط، تبقى اهدى عليك. العقار اصل ثابت ليك ولعيالك، يعني العقار ده هيظل في الاول وفي الاخر من الحاجات اللي بتورث، وهيظل في الاول وفي الاخر. تاني العقار اقصد بيه المحلات دي، هيظل نمو على المدى الطويل. شوف لو حد ساب لعياله محل ولا عياده ولا حاجه شقق فندقيه ولا في الساحل الشمالي طبعا. شوف لو حد ساب له من 10 سنين فاتوا او 20 سنه او 30 سنه، الموضوع بيبقى مختلف خالص، الموضوع بيبقى ألذ واريح له كمان. فدي كده لو انت معاك المبلغ ده وقيمه اكتر تقدر تشتري، يعني لو معاك 3 مليون تقدر تشتري شقق اكبر، تقدر تشتري فيلا على حسب بقى السيوله اللي معاك. ففي ناس، انا في عميل في دبي كنت بكلمه، هو واقف اللي هو معاه 3 مليون، وهو عارف ان الشقق ب 4 مليون في مصر. بدايه 4 مليون دي في شقق حاجه اسمها الشقق السيبريت اللي في التجمع الخامس او في زايد او كده يعني، بتبقى شقق مش جوه كومباوند. فهو واقف على ال 3 مليون، ما انا معيش المليون الرابع. فضل في المليون الرابع ده سنتين، الاسعار نطت. ساعتها اتكلمنا معاه يا فندم حطها في ذهب وسدد ده من دوت. بس بيبقى الضغط، لا انا خايف من الالتزامات، وفي ناس كتيره جدا 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 عاوزه كده، عاوزه احط فلوس وما ادفعش اقساط تاني. ده هتخليك تشتري المتاح، مش احسن حاجه. هتخليك تشتري اللي قدامك، اللي اتباع لك، مش اللي انت عايزه. خلي بالك من النقطه دي. هقول لك بس رقم بسرعه كده. في التجمع الخامس في 153 مشروع تجاري. فاظن يعني اللي بيشتري في محل تجاري او يشتري محل تجاري في التجمع صعب جدا، يكاد يكون مستحيل اللي هو عدى على 153 مشروع. فهنا انت انا باكد لك انك بتشتري اللي اتباع لك، مش اللي انت عايزه. انت بتشتري اللي اكتر اعلانات. يعني اكيد كلكم سمعتوا عن مشروع تطوير مصر اللي هو الخاص بابراج السخنه. بس في مشاريع تانية انت ما سمعتش عنها، مش عشان التانية وحشه،
عشان ده بيتعمل له ماركتنج اقوى، وده بيتعمل له دعايه اعلى، فانت شفت له اعلانات فانت بدات تسمع عنه. قيس على ده حاجات كتير. ده مش معناه ان المشروع وحش خالص، ده مشروع كويس في كل حاجه، بس انا بكلمك على حاجه تقدر تقيس عليها، حاجه معروفه تقدر والدنيا تقدر تفهمها مني وعايشه في الايام اللي احنا فيها ديت من اول رمضان يعني. فعشان تقدر تاخد بقى قرار لازم نروح للسلايد اللي بعدها الخاصه بفهم الخريطه، ودي يمكن اهم حاجه. دي الخريطه، انا هفتح بس شير دلوقتي كده للخريطه دي، تقسيمه سريعه كده اللي مصر متقسمه اربع اجزاء عقاري يعني. شرق القاهره وغرب والساحل والعين السخنه. شرق القاهره طبعا التجمع الخامس خلاص دي منتهي يعني، في تجمع تجمع سادس وتجمع سابع وتجمع ثامن. وفي مدينه المستقبل سيتي يعني، وفي مدينتي، وفي هليوبلس الجديده والعاصمه الاداريه، كل ده شرق القاهره. انا مش عارف ان في ممكن يكون حد مش عارف ان في حاجه اسمها السابع وثامن، بتاع تجمع سبعه وثامن ولا لا، بس اوريدي هي موجوده. والمستقبل سيتي اظن ان كل الناس تعرفها، واظن ان كل الناس تعرفها الخاصه بالمستقبل سيتي ومدينتي. هليوبلس الجديده دي هفتحها على الخريطه، بس دي من المناطق الواعده ممكن 10 سنين الجايين. هليوبلس الجديده العاصمه الاداريه حدث ولا حرج طبعا. خلي بالكم العاصمه الاداريه في 30 مارس ان شاء الله بعد العيد يعني هيتم الاعلان عن تشغيلها الرسمي. كل اللي فات ده كان بس تجريبي، هيبدا التشغيل الرسمي للعاصمه الاداريه من اول 30 3 المرحله الاولى. هنمسك بعد كده غرب القاهره اللي هي اكتوبر، من اول الحصري وانت رايح بقى لغايه اكتوبر الجديده وحدائق اكتوبر وكده لغايه باديه يعني بالم هيلز. بعد كده الشيخ زايد اللي يعتبر الشيخ زايد القديم. نيو زايد ده يا جماعه اللي قدام مطار سفنكس ومحور الضبعه، واللي عند الاحواض وعند اخر وسط دهشور. يعني الناس اللي في ناحيه زايد هتكون مستوعبه اللي انا بقوله، وهفتح برضه على الخريطه. بعد كده هنيجي الساحل الشمالي، العلمين وراس الحكمه وسيدي حنيش. العلمين دي اللي بعد مارينا 7، بتبدا ابراج العلمين لغايه ما نخش في راس الحكمه. راس الحكمه دي يا جماعه منطقه مش مشروعه، ماشي تمام؟ يعني هي منطقه كبيره قوي اسمها راس الحكمه، وهي من قبل المشروع بتاع راس الحكمه بتاع الامارات اللي السنه اللي فاتت، ده من قبلها بسنين. سيدي حنيش ده قرب مطروح، اخر راس الحكمه قبل مطروح. في منطقه هناك اسمها سيدي حنيش. والعين السخنه هي ظهرت، يعتبر ظهر الجديد، بس هي مش ظهرتش جديد طبعا طبعا عشان خاطر ابراج ابراج العالمين، لكن هي طبعا ظاهره من سنين قبلها. ثواني بس افتح. انا بشوف بس الخريطه، هي كده الخريطه ظاهره. أستاذ مازن، لا مفيش حاجة ظاهرة. طيب كده أوكي تمام. فاهم. انا بس اعمل زوم اوت شويه عشان الناس تشوف. دي خريطه الشغل بقى زي ما بيقولوا. احنا نبتدي بشرق القاهره الاول، بعد كده هنروح لغرب القاهره. شرق القاهره ده كده كده العلامه الكبيره دي كايرو، اللي هي القاهره بتاعتنا بتاعت مدينه نصر وسط البلد والناس الحلوه الطيبه. هنيجي بعد كده بقى بصوا كده، ده التجمع السابع طبعا لسه نطينا جامد. بس عاوز بس مش عارف واضحة. هو ده كده الدائري، بس مش عارف هو واضح عند حضراتكم ولا لأ. أنا بمسك بس عاوز أمسك من حتة كل الناس تكون عارفاها، المعادي مثلا وكارفور المعادي على الدائري، الحتة دي كل ده وكده، وادي القطامية وكل ده كده نيو كايرو. كل ده نيو كايرو اللي هو التجمع الخامس. نزوم أكتر بس.
كل المتظلل ده التجمع الخامس شامل الرحاب بالتجمع الخامس لغايه طريق السويس واللي تحت طريق السخنه. ده كده ده طريق السخنه اهو، وده طريق السويس. خلي بالكم التجمع ما بين السخنه تحت اهي، والسويس وطريق السويس فوق. هما الاثنين دول اللي ماسكين، خلينا هرسمها لكم في الاخر. هما الاثنين دول ماسكين التجمع الخامس. ماشي. طيب ادي التسعين الجنوبي، ده كل ده التسعين الجنوبي اللي رايح ناحيه طريق العين السخنه، وده التسعين الشمالي اللي رايح ناحيه التسعين الشمالي ده رايح ناحيه طريق السويس. تجمع السبعه اهي. تجمع السبعه ده يا جماعه فيها كومباوند اسمه ديستريكت 5، يعني بالعموم انا بكلمكم منه. ديستريكت 5 ده التجمع السابع. ده شركه اسمها مراكز، ده من اكبر واعلى الشركات التوب 3 توب 4 في مصر يعني. فده التجمع السابع، وعايش على طريق السخنه قبل الكارت بتاعت العين السخنه، وما بينه وما بين القطاميه والمعادي، وادي الطريق الدائري اهو، الرينج رود اهو، هو ده بالظبط 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 8 9 دقائق. فده مثلا لما اجي اتكلم حد حضرتك ما تعرفش اقول لك التجمع السابع، انت طبعا هتخيل ان الجمله مستحيله، يعني ايه تجمع سابع؟ فانت ما تعرفش اللي هي اصلا اوريدي في المعادي او في القطاميه. والحته دي في مشاريع اتاخدت فيها او اراضي اتاخدت فيها، المراسم ابتدت هناك. ده واحد برضو من شركات التوب 10 يعني موجوده في وطننا العربي عامه. خد في الجزء دي، وبيقولوا في سويرس برضو اشترى هنا، وبيقولوا الفطيم. بس الاكيد إن المراسم اشترى في الحته دي. ده كده اهو تجمع سابع. الخامس زي ما قلت لحضرتك كل ده، بص الخط ده كده، ده الدائري الاوسطي اللي اكيد سمعت عنه. وانت متخيل الدائري الاوسطي ده بعيد، وكل ده هايد بارك اللي الناس طبعا تلاقيها ايه خانقات بسببها. كل حاجه دقيقتين من هايد بارك، 3 دقايق من هايد بارك، ادي هايد بارك أهو، وادي الدائري الاوسطي. وهي بنفس المسافه كده في الحقيقه. يعني انا مش جايب لك خريطه جوجل ماب، لا، دي الخريطه الحقيقيه الصح اللي كلها عقارات باسماء المشاريع. ادي الرينج رود، ادي الميدل رينج رود اللي هو الدائري الاوسطي، اللي رابط كل حاجه بقى، رابط السخنه بالسويس باسماعيليه، هنطلع لفوق كمان شويه. بس ادي اهو، ادي التجمع السابع، ادي كده الدائري الاوسطي، ادي كده التجمع السادس، وده التجمع الخامس نيو كايرو اهو. ده نيو كايرو الضخمه دي تحت التجمع السادس. هنا التجمع السابع جنب بعض جنب بعض بجد يعني. ده مش هو في كوبري اهو، يوتيرن على طريق كوبري يعني، وبتطلع تخش التجمع السادس، والتجمع السادس بتنزلها بتروح التجمع الخامس عن طريق نفق. في نفق بيطلعك الناحيه التانيه. طب مشيت شويه، ادي التجمع السادس خلص أهو. اهلا بيك في العاصمه الاداريه اهي. دي كده العاصمه الاداريه، مش عارف واضحه ولا لا. ده كده نيو كابيتال اهو. فدي كده التجمع السادس، ادي كده العاصمه الاداريه، لازقين في بعض، وكل ده على الخط بتاع الدائري الاوسطي. كل ده كده دائري اوسطي دائري اوسطي. فانت عندك التجمع السادس، عندك العاصمه الاداريه، بعد كده عندك المستقبل سيتي. انا بس بحاول اجيبها لكم كامله. ده كده كل ده المستقبل سيتي اهي. ودي مدينه اسمها مدينه مدى. خلاص، مدينه مدى دي يا جماعه اللي نزل فيها اعمار، واللي نزل فيها سوبك، ونزل فيها حسن علام، ونزل فيها الخطيب. الحته دي من الحاجات الجامده جدا في مصر. ودي الاشهر اسمها سراي، تبع شركه مدينه نصر، اظن معظمكم عارفينها. سراي وادي الوحش الكبير، طلعت مصطفى مدينتي. فكلها محصله بعضها. انتوا عارفين بقى المنطقه دي بقى اسمها التجمع الثامن، يعني من باب العلم بالشيء. بعد كده رحنا للشروق، بس يعني ادي مدينتي اهي. اهي سراي، مدى، مدينه مدى، المستقبل سيتي، كل دوت بقى باسماء المشاريع، بمواطن فيو، كله كله. وده العاصمه الاداريه، وده المشروع بتاع لافيستا، وبالم هيلز في الارفور اللي لسه نازل.
وده التجمع الخامس اهو، نيو كايرو تاني اهي، والفاصل ما بينهم الدائري الاوسطي، وادي التجمع السادس والتجمع السابع سادس، فكله جنب بعض. انا كنت قاصد الحته دي وبطول فيها اكتر، معلش، عشان هي جزئيه مهمه. انت لو مش شايف الخريطه فانت هتشتري بناء على ايه؟ يعني انت رايح فين ولا جاي منين؟ مش عارف. بعد كده ادي مدينتي، وهتنزل على وصال الشروق، وادي ده طريق اسماعيليه أهو. ودي منطقه دي البروج، ودي اليوبلس الجديده بقى عامه، يعني الحته دي كلها. اهي ده البروج. البروج دي يا جماعه شركه اماراتيه، مطور اماراتي، الاسره المالكه في ابو ظبي يعني، عندها مشروع اسمه البروج. دي هليوبلس الجديده اللي قلت لكم من اول قدامها بوتنشال هتبقى كويسه جدا. ده كده الطريق اسماعيليه عامه، كل ده طريق اسماعيليه ماشي ده. وكل اللي في ظهره ده هليوبلس الجديده. ده هنا بقى في مين؟ هنا في البروج، هنا في ظهره في صودك، مشروع اوريدي عايش وساكن يعني. هنا مدينه مصر عندها مشروعين. هنا الجمال اللي عامل نيو جيزه، عامل نيو كايرو. فالمنطقه دي من المناطق اللي جايه قوي. فانت كلها، عشان كده مثلا ممكن حد يقول لك انا ربع ساعه وابقى في الحته الفلانيه، او تبعد 10 دقائق مش عارف إيه. فانت ممكن تحسها اشتغاله، بس هو بيتكلم صح. بس من غير افوار يعني، مش 3 دقائق مش 4 دقائق، مش الدرجات دي يعني مش قوي كده. فهي كلها لازقه ببعض، كلها. هي القاهره الجديده لازقه ببعض وبيحاولوا يقطعوها. دي سادس سابع، عاصمه، مستقبل سيتي. يعني مستقبل سيتي اقرب حاجه لمدينتي. بص بينك وبين، خلي بالك انت بينك وبين البوابه 5 مدينتي، وانت في المستقبل سيتي ولا كلمه يعني، مش عارف اقول لك ايه ولا حاجه. لو انت عندك صحه شويه تتمشاها يعني. والناحيه التانيه لو بصيت قدامك هتلاقي بيت الوطن. محدش يشتري هناك يا جماعه، والله عينك لو اشتريت. ده بيت الوطن، فقدامك اهو. وادي التجمع الخامس تاني قبل ما اروح لزايد يعني. وده نيو كابيتال. مازن، هو ليه بتقول الله يعينك في بيت الوطن لو اشتريت؟ قلت انا كنت قاصد والله العظيم، والله كنت قاصد. كنت ما قاصد. انا قاصد قلتها استفز. لا ما انا قلتها لك. والله كنت عارف والله. انا نسيتك، كنت عايز حد يسالك فانا قلت اسالك. هقول لحضرتك ليه. بص خلينا نكون ايه، هتكلم بصراحه جدا كده كده ايه. هقول بص يا باشا، بيت الوطن اساسها كان لمين؟ بيت الوطن ده راحت لكل مستثمرين مصر. تبقى موقعها جبار، خلاص كده جبار. يعني هي في النص كده ما بين كل حاجه في التجمع الخامس، بس من غير صاحب يعني. ملهاش حب. وما تقوليش الدوله. بس. يعني ليه بقى؟ لان في مشاريع طلعت بعدها مع مستثمرين، طلعت بعدها بسنين واتسلمت وعاشت وهي لسه زي ما هي. هي تم اقولها لك ازاي، تم بيعها للمغتربين عشان يعملوا دولارات. ده الاجابه الصريحه. لكن انا دايما بقول جمله كده. احنا متفقين وانا عارف وانت عارف ان مصر، جوه مصر جوه القاهره واسكندريه والكلام ده، في اغنياء كتير جدا 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 يعني. طب ليه بقى الاغنياء ما اشتروهاش؟ وليه المستثمرين ما خدوهاش؟ لان هي كانت من اول لحظه انا عايز الم دولارات من المغتربين، كان ده الهدف بتاعها. البيت الوطن من ساعه ما طلعت لغايه اللحظه دي ملهاش خدمات. زي ما قلت لك ملهاش اب. عيل في المدرسه عامل مشكله ملوش اب، طب هنروح لمين؟ فاللي بيشتري هناك هو مشتري شريحه سعريه، هو شاري سعر. خدمات لا. عقبال ما يعني جنبك المراسم، انت لازم فيك المراسم قدامك يعني المراسم على طول، وعلى شمالك ماونتن فيو جولدن سكوير، ويعني حتت يعني مش عاوز اقول لك غاليه ازاي. وبينك وبين مافيدا مفيش. انت في حته جامده جدا كمنطقه، لكن كخدمات لا. هي مهمله جدا مع انها في وسط كل حاجه. فانت هتشقى شويه. انت عارف، انت كانك شايف في عماره. احنا اتولدنا كلنا اتولدنا في عماير، ما حدش فينا اتولد في كومباوندات، لان يعني انا بتكلم عن نفسي انا كبير شويه.
فما حدش طلع، ما كانش في كومباوندات طلعت اصلا. ف بس رحت عماره في مكان انضف شويه، لكن نفس المشاكل بتاعت العماير اللي كلنا عارفينها، الاسانسير مش عارف ايه، السلم حصل له ايه، الجيران حمام بينقط ايه، كل الكلام ده هو هو، مش هنضحك على بعض. الخدمات، البنيه التحتيه، كوميونتي عيشه، لا لا، يعني ما فيهاش اي ميزه لغايه دلوقتي. زي ما قلت لك، انا لو حضرتك روح هتلاقي نفس اللوناش اللي كانت بتروح تودي الطوب وتجيب الطوب من 4 5 سنين، هي لسه اللوناش بتروح عادي خالص، ما فيش، ما بتخلص. لان ما حدش ملزم ليك انك تبني في وقت معين، يا اما هتسحب منك الارض. انت مش ملزم اللي انت لازم تبيع اليونت ديت. لو انت بقى مشتري عماره مثلا، مشتري حته ارض طلعتها عماره عشان تلم اقساطها، عشان تجيب قروض مع البنك، عشان انت مش ملزم، فانت هادي. حته ارض سايبها بس، انت بسبب بيت الوطن، بسبب بيت الوطن الدوله خدت بالها ان خلت التجمع السادس مش ملك افراد، ملك شركات بس. يعني عارف التسع من الشرب بينفخ في الزبادي. فبسبب بيت الوطن المستقبل سيتي هنا، مستقبل سيتي والتجمع السادس بقوا ملك شركات، مش ملك افراد، ما بقتش تتقطع وتتباع. دي هنا غلطه خلاص لا تغتفر، وخلصنا يعني. لكن اكتر من كده الدنيا هتبقى مش ألذ حاجه. بس فدي بيت الوطن، وما تزعلش مني والله، يعني حضرتك استلمت تمام، يعني ايه، كتر خير الدنيا، والدنيا حلوه وكل حاجه. لكن مش الريسيل بتاعها مش مطلوب. ليه؟ في فرايتي فيه لا تنتهي، يعني في فرايتي هناك في الريسيل كتير قوي. ليه؟ لان الشركات موجوده والشركات كتيره والمشاريع بتطلع. فخلاص انا هروح لك ليه طالما، وهتطلب مني اوفر برايس وريسيل، وهنخش في قصه كبيره. فده كده بس ردا على فكره ليه بيت الوطن لا. هتسكن فيها تمام، مرحله في حياتك تمام، لكن خلاص يعني ما هتسكن فيها وحلو قوي كده وكفى ان هو شهر القتال، او ناخدها كمرحله ستيب عشان حاجه تانيه تمام. لكن ما فيهاش فكر استثماري طبعا، دي مش موجوده، يعني ده مش افضل حاجه. ولو فيها انت مش هتقدر، لو حضرتك عايش مثلا في السعوديه بقالك سنين، او في قطر، او في البحرين، او في الامارات بقالك سنين، مش هتقدر تنزل تقعد فيها، مش هتقدر صدقني. كواليتي العيشه مختلفه خالص خالص يعني. فده كده بس الجزء بتاع شرق القاهره. سريعا غرب القاهره، عشان برضو الناس اللي من الناحيه التانيه ما يزعلوش مننا. الجيزه، بحاول اقرب شويه. دي اخر جزء من، انا هبتدي من اخر الاول بقى عشان برضو الناس. بصوا يا جماعه، بصوا معلش، دي اخر حاجه عشان دي اللي فتحت، يعني دي اخر خريطه خالص، بس هي اتفتحت لان هي حاجه كويسه. ده هنا نيو اكتوبر، وده المطار، ودي باديه. فالناس اللي اشترت ومستبعده باديه مثلا، لا هي اللوكيشن بتاعها حلو قدام، ممكن دلوقتي الناس لسه مستبعداه. بس ده مطار اكتوبر الجديده غير مطار سفنكس. ماشي، ده عن جهه مطار سفنكس هنا كده اهو، هو الشيخ زايد الجديده والحتت دي، ده هنا مطار اكتوبر. دي حته جديده، ودي باديه. وانت ماشي بقى في الجزئيه ديت لغايه ما توصل لجزء حدائق الاهرام وجزء اكتوبر. بس يعني الطريق ده ماشي بيه كده، طريق الفيوم لغايه ما توصل حدائق اكتوبر، وتوصل وحدائق الاهرام، ولغايه ما توصل كمان لمدينه 6 اكتوبر. مدينه 6 اكتوبر ما فيهاش مشاريع كتيره يعني، ما فيها، مش هي الاستهداف الرئيسي. اهم حته في الشيخ زايد هي اللي عند المطار ونيو زايد، هي الجزئيه دي. جوه الشيخ زايد في مشاريع في ظهر كارفو، في ظهر هايبر كويسه بس صغيره، ميني كومباوند 5 فدان 6 فدان، اللي هي في شارع الثوره الخضراء، الحته ديت، ولغايه ما تطلع التبه فوق برضو حته كويسه، بس المشاريع فيها مش بيج نيم. آه، ما رشحلكش قوي طالما انت مغترب، لا انا ما بحبش تاني العب في حاجه مش مضمونه، مش تراستد قوي، لانك انت مش موجود.
فهتقعد طول الوقت قلقان. وانا ما بحبش وانت بره تيجي تقول لحد انا شريك في شركه، يقول لك اسمها ايه ما تعرفش تسميها. فلا، فيها اماكن لطيفه بس الاسماء مش كبيره، حتى الاسم يعتبر اكبرهم نسبيا. كان داخل فيهم مشروع ما كملش ووقف، كان ايمن ممدوح عباس. كان عنده مشروع في ظهر هيبه، كان 5 فدان، وحصل فيه مشاكل وما كملش يعني من الاول خالص. لكن الحته القويه جدا عند وسط دهشور ونيو زايد، وادي المطار. مطار سفنكس هو كان مطار عسكري، بس هو هيتقلب بقى مطار عادي يعني زي مطار القاهره. الجزئيه بتاعت نيو زايد ومحور الضبع، الجزئيه ديت او المنطقه ديت فيها سودك، فيها تطوير مصر، فيها طبعا اسمه ايه السعودي، انا نسيت اسمه. آه، بن لادن اللي هو اسمه، نسيت اسمه. المراسم، فيها مشاريع كتيرة، فيها 8 9 مشاريع جنب بعض أقوياء. فيها جيتس برضو من الشركات الكويسة في الشيخ زايد. في في ظهرها هتلاقي طبعا في بدايتها يعني في كايرو بيت بتاعت أعمار. في كام الجزئية دي هي اللي حابب يشتري حاجة حلوة ليه في الشيخ زايد، فهتفضل نيو زايد من أفضل الأماكن. الكوميرشال في نيو زايد مولين هيطلعوا، وفي طبعا في وسط دهشور هتظل وسط دهشور ومحور 26 هو الافضل على وجه الاطلاق. لكن الشيخ زايد هي للي عاوز سكني، الشيخ زايد الجديد يعني اللي عاوز سكني حلوه جدا. وخلي بالكم في منطقه بتطلع ممكن مش دلوقتي يعني، هتسمعوا عنها كمان يعني سنين شويه جايه، مدينه سفنكس، في ظهر في ظهر المطار. ده المطار انت رايح اسكندريه، في مدينه بتطلع دلوقتي، دي اللي بتتباع فيها اراضي على فكره. يعني دي برضو اراضي هي مشكلتها معاها ممكن تلاقي بيت الوطن، بس هي بتتباع اراضي اوريدي اصلا للعملاء. تمام؟ فده كده يعني ايه، انا بحاول معلش لو بطول في الحته بتاعت الخريطه، لان انا بشوف ان معظم الغلطات بتيجي انك انت مش فاهم هو فين بيودي منين. فانت مش شايف فين القاهره الجديده، من انت مش شايف فين التجمع، مش مش واضحه. انا لو في ناس بتكتب فيه زوم شويه لو سمح، زوم شويه ممكن حضرتك ترسل لنا من خريطه. ماشي، هبعت لحضرتك حتى بعد ما اخلص انا حاضر. في استاذ احمد ما حدش يشتري بيت وطني، ماشي. في اي سؤال تاني بس قبل ما اروح من الحته ديت عشان أنا مش شايف. هنا ده الحزام الاخضر اللي بيسأل على الحزام الاخضر، ادي وسط دهشور بس. معلش ازوم اكتر عشان تبقى الدنيا واضحه. دي بقى هنخش منطقه الاحواض، كل ده ان احنا هنا في وسط دهشور. فالمنطقه بتاعت وسط دهشور كويسه. منطقه الاحواض حلوه بس السنين جايه كتير، يعني من المناطق اللي اللوكيشن بتاعها جامد جدا، هو على وسط دهشور مباشر خلاص، وارض جامعه القاهره وكل الجزء ده كل ده كده الاحواض. وماسك الناحيه التانيه زايد الجديده، وده هنا مشروع صدق، وكل دوت الاحواض. ومشاريع ممكن ما تكونش اسماء شركات كبيره، بس في الاحواض، ولكن منطقه جامده جدا. مش افضل مطورين، ولكن هتيجي، بس هتصبر عليها شويه كتير. يعني ان بيسال على منطقه الحزام بس، معلش ده انا كنت بجاوبه عليها. بس في حد بيسال على العين السخنه. ربنا يخلي حضرتك استاذ، ربنا يخليك. ابراج العين السخنه. وانا عارف الناس كلها عاوزه مشروع المنتج جلاله ده. طيب
وانا فاضل لي منطقتين، المنتج جلاله يعني السخنه عامه والساحل، بس دول اهم اتنين. آه، طب المنتج جلاله مش عارف يعني الاستاذ اللي سال او حضراتكم رحتوا العين السخنه او رحتوا ناحيه الطريق ده ولا لا، بس اكيد يعني معظم الناس راحت السخنه. هو طريق قريب جدا طبعا 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 من القاهره، ساعه وربع، ساعه وثلث من المعادي يعني بالظبط. وبينه وما بين العاصمه 40 45 دقيقه. ثواني كده احاول اجيبه لكم من على الخريطه عشان تبقى الدنيا مظبوطه اكتر. بقول لك هو بينك وبين العاصمه اصلا 45 دقيقه يعني. ودي مدينه الجلاله، هي القصه كلها هنا. مدينه الجلاله هي المفروض المدينه كامله بقى، بغض النظر بقى عن فكره الابراج دلوقتي. المدينه كامله هي فيها جامعات وفيها مدارس وعايشه بقى لها سنتين فوق الجبل. فمدينه الجلاله هي الدوله عايزاها تبقى الجزء السياحي للعاصمه، والعاصمه المقصود بها العاصمه الاداريه طبعا، مش القاهره يعني. فهي مسافه ما بين العاصمه للجلاله 45 دقيقه، وده بجد يعني مش كلام دعايه، فهي حقيقي. وما بينه وبين القاهره طبعا ساعه، ساعه وربع لو انت قارص بنزين شغل. فمسافه حلوه اه. طب السخنه كسخنه بره الابراج استثمار وحش، خلاص اه كده. بس مدينة الجلالة مش مسكونة يا باشمهندس. في جزء الجامعه بقت تشتغل بقى في ناس بتأجر للطلبه طبعا، فهي على قد الطلبه يعني. مش لا هم كل اللي بيرجعوا ولادنا هناك كان في عامل له قرية سياحية اللي العيال ماتوا فيها دي لما راحوا ما بين لكن غير كده ما فيش ناس ساكنة خالص، والفندق بتاعهم قف مجهول، ما حدش بيروح ولا بيجي. يعني مهمل لغايه، عشان كده هم الابراج بتاعه الجلاله او المشروع ده هم عاوزين يصحوا بيه المنطقه. عشان يقولوا لك بره المشروع ده، بره خرج الابراج دي كانها ما جاتش. مدينة مبنية بقالها أكتر من 10 سنين هي والفندق بتاعهم اللي هناك ده، انا ولا بس واحد سكن هناك. السخنه كلها بقى مش جلاله بس، السخنه كلها لما تيجي تقيسها كمنطقه ساحليه، لا القاهره استثمار احسن منه. يعني تيجي تبص للسخنه كسخنه، هي ممله. خلينا نكون صراحه يا جماعه بما يرضي الله. انا واحد من الناس اللي عندها حاجه في السخنه، بس أنا بقول لكم دغري يعني. منطقه ممله جدا. ما فيهاش خروجات، انت ما فيش اي حاجه خالص. انت هتروح مثلا المكان اللي انت فيه، القريه اللي انت فيه، تلاقي لافيستا كاي هاي ايا كان اسم المطور دلوقتي، هتقعد مش هتخرج. فهي منطقه تحس ان هي يا دوبك اخر ده زي ما بقول عليها كده اخرها ويك اند، يعني مش ساحل مثلا. يا دوبك هتقعد شوية على المية، وده اللي فعلا أنا نزلتها مرتين هناك. عارف انت بتتخنق، ما عندكش اي حاجه خالص. حتى بورتو اللي كانت يعني لها اسمها ايه صيد شنه ورنه ميته يعني، وكمان بقت الاهمال فيهم اكتر. فلما تيجي تشيل الابراج بره السخنه، استثمارها سيء لاقصى درجات ممكنه. اقصى حاجه، اقصى ايجار ممكن يجي لك في شاليه صف اول بحر في العيد وفي شم النسيم، واللي هو يعني الدنيا فيها اقوى حاجه، مش هيعدي ال 2000 ونص 3 ايجار، وده فيلا. بس بكلمكم على حاجه انا قعدتها. ممكن بقى فيلا توصل ممكن ل 7000 و10000، ده يبقى خميس وجمعه، عيد كبير، اول وتاني يوم وخلاص. لكن ده مش الطبيعي بتاع السخن. طب هنرجع بقى للابراج. في كام معلومه كده لازم تكون حضرتك عارفها قبل ما نتكلم في الابراج. هل هو مشروع حلو جدا؟ هل المريض بيدير المشروع كله؟ لا. هم 10 ابراج، المريض بيدير اول برجين. البرجين دول هيتم طرحهم 2027. اللي طرحوا السنه دي اللي هم برج رقم 5 و6 اللي هم في النص بتاع المشروع. الأبراج مش دي في السخنة ولا في الجلالة؟ في الجلاله طبعا، منتج جلاله. منتج جلاله دي تطوير مصر. هي بانيه في المنتج جلاله عند عند الجلاله، بس مش فوق في الجلاله، على البحر بس على الجبل.
قبل ما حضرتك تروح بورتو السخنه، يعني حضرتك الكرة اللي بتبقى على الجبل هي على اليمين، ده تبع المنتج جلال، تبع اسمها إيه؟ تبع تطوير مصر. نعم. ال 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 اسمها ده المربط بيدير اول برجين، لكن الثمان ابراج الباقيه لا. دي حاجه حلوه وحاجه وحشه. حاجه حلوه لان منطق المربط ما يقدرش ال 10 ليه؟ لان السعر بتاعه ما ينفعش يبقى بالانتشار ده. اللي حلو في الموضوع ان هو بيدي ميزه للشقق التانيه، الناس اللي هتشتري في الابراج تعرف تأجر على حس، بس هتأجر ارخص منه. فانت لازم تكون عارف ده وعامل ده حسابك على ده. بس هل المرض هيدرج على 10؟ لا برضه، انت اللي هتدير. فده اول جزء. الجزء الثاني في مارينا يخوت، شاليهات ارض وثلاث ادوار برضه نازله. ميزتها ان هو بتبقى اولا سعرها اقل، ثانيا ايجارها هيبقى اسرع شويه من الابراج. الابراج الميزه الوحيده اللي فيها الاختلاف والندره، ما فيش المشروع ده تاني، مش موجود كتير. الحاجه اللي ممكن تقول ان المشروع هيتسلم في وقته ان الاداره الهندسيه بتاعت الجيش هي اللي بتشرف عليه، فثلاث سنين او 3 سنين. تاني حاجه الشراكات القويه اللي هم عاملينها مع الشركات، يعني شركه اي جي واي دي واحده من التوب 10 على مستوى العالم في اداره اليخوت، إدارة سياحة اليخوت. وفي قاعة مؤتمرات على البحر هتكون معمولة. طيب فندق المرة اختياره ذكي لسبب. فندق المرة ده أكتر فندق إحصائيا، يعني أكتر فندق الخلايجة بيقعدوا فيه، وخصوصا فندق مرة الزمالك لأنه مرتبط معاهم بالنيل. فهم عاملينه ليه؟ لسببين: سياحة عالمية كله عارف المريض، والسياحة خارجية، وده الهدف الرئيسي أصلا. السياحة الخارجية تيجي هنا بلس، وتيجي هنا فين؟ تيجي هنا على مطار العاصمه الاداريه اللي ما بينه وما بين الجلاله 40 45 دقيقه. فهو كده عامل قاعه المؤتمرات هناك، وعامل ارض معارض هناك، فقايمه على الساعتين المعارض والمؤتمرات. ده هيخدم على ايه؟ ده هيخدم على انت في الكهرباء عندي في التليفون هتخلص وما عنديش الشاحن. فرصة سعيدة، نتقابل بعدين بقى مرتين. انا خلاص أنا كده مع برضه ده هيتسجل وهيتبعت لحضرتك برضه عشان اللي ما لحقش، عشان في ناس كتيره ما لحقتش. الله يكرمك يا رب. لا، فعلا تحت، انا ولا يهمك، تحت امرك تحت امرك. فالمشروع بيخدم على 3 انواع السياحه. سياحه طبعا السياحه الخاصه بالسياحه الساحليه، البحر وكده، سياحه المؤتمرات، وسياحه المعارض. فهو مشروع حلو. السليكشن بتاع اليونت بتاعك هتختلف في حاجه. في الابراج لا، انت كله شاف البحر، كله شاف البحر، مفيش ده. بس لازم نحط اكزيت بلان، ما تقولش تبيع عشان مش هتتباع خلاص كده. يعني لو حضرتك داخل ريسيل تعملها تقلبها، يعني مش هتتقلب، واضحه صريحه انك هتقسط على 10 سنين ومش هتعرف تنافس المطور. فانسى، انت رايح في الحته دي، ده مصدر دخل او باسيف انكم ليك، زي ما بيقولوا كده مكافاه نهايه الخدمه. فانت هتخش المشروع ده، هتخش عشان تتاجر بعد شويه، وتتعاقد مع شركات اداره وتشغيل هي اللي تتولى لك القصه. ده برضو دي كده نقطة بقول لك بما يرضي الله. فده كده الجزئية بتاعت العين السخنة. الساحل الشمالي، ودي هيجي قدام وقتها يعني في الشرق. انا معلش طولت، وانا قصد اطول في جزئية اسمها الخريطة، لان هي اهم جزئية. ده رقم كده بيعبر اللي فيه اكتر من 100,000 وحدة عقارية في مصر بتتباع كل سنة. رقم كبير ومش كبير في نفس الوقت. يعني الرقم دوت مش كبير قوي على 70,000 مشتري أو 70,000 عميل هما اللي بيشتروا في السوق المصري. طيب أنا دلوقتي أشتري فوري ولا تحت الإنشاء؟ طب لو حضرتك هتسكن تشتري فوري بلا جدال وريسيل، ما تشتريش مع مطور. تمام كده؟ اشتري ريسيل، ما تشتريش مع مطور لو معاك الكاش. في مطورين قليلين عندهم حاجات فوري، بس يعني بلاش اشتري احسن ريسيل في الجزء ده لو انت هتشتري السنه دي. خلاص سوري، عاوز تعيش السنه دي 26 او اول كوارتر من 27. طب لو انت مش عاوز تشتري،
بس عاوز تشتري، مش عاوز تسكن يعني، وعاوز تشتري عشان تطمن، اشتري مع الخمسه سته الكبار، او اشتري في مشروع طلعت انشاءاته وانت شايفه قصاد عينك. بقى دلوقتي الموضه الجديده يا جماعه في استلامات سنتين موجوده دلوقتي في السوق كتيره. ليه؟ وده حاجه حلوه، المطورين بداوا ياخدوا بالهم ان العملاء مش عايزه الاستلامات اللي 4 سنين. فبقى في مشاريع فيلل وشقق خلاص بقى بيستلموها كمان سنتين وتقسط على 8 و10 سنين. فدي حاجه حلوه تمسك العصايه من النص. لا انت مضغوط وتضغط نفسك وتدفع اوفر برايس عشان بس تطمن، لا، في مشروع مثلا نازل 70% و50% من انشاءاته حاصله، فده حاجه حلوه برضه يعني، ده ما كانتش بتحصل. شركات كتيره بتدي ان الاستلام بعد سنتين، وفي انشاءات برضه دي ما كانتش بتحصل. ففي حاجه قويه. طيب في مطورين زي لافيستا مثلا، وده لازم اضرب بيه المثل. لافيستا ده عامل زي بنغاطي مثلا في الامارات، عنده 30 مشروع ما تاخرش في ولا مشروع من سنه 90 ولا 91 ولغايه دلوقتي ما تاخرش في ولا مشروع، وسابقه اعماله بتتكلم عنه. ده من المطورين سعره غالي، بس هو مش غالي، هو بيديك الامان، بيديك الضمان، بيديك اللي انا واثق. فده مش شرط، ده ساعات سنه سنتين وثلاثه واربعه، هو كده كده بيسلم قبل وقته. ما عنده المطور الوحيد اللي ما عندوش بند تاخير. عندك سودك، عندك ده مثلا مطور ما بيتاخرش، من الاسماء الكبيره. بالم هيلز برضه ما بتتاخرش. ففي اسماء ممكن تعوضك عن فكره الثقه. نصيحتي دايما ما تلعبش بره التوب 10 عشان ما تتعبش، عشان ما تقعدش متوتر، عشان هي مش ناقصه. انت مش شاري حاجه عشان توجع دماغك وتحط على نفسك ضغط وعبء مادي، وعشان خانقه في الاخر مفيش حاجه تحصل. ف يا تشتري الاستلامات السنتين، او تروح مع مطور كبير وتصبر معاه 3 4 سنين ده وانت مش مستعجل. ما تضغطش نفسك، مفيش حاجه تستاهل. هتروح للاوفر، انا ضد الاوفرز بنسبه كبيره. يعني ايه ضد الاوفر؟ يعني ما بحبش خصم 30% عشان خاطر رمضان، الكلام ده يا جماعه يعني اعرف اللي فيه افلاس. طب ده هنا ازاي تختار مطور مضمون، وازاي تبعد عن المطور اللي ممكن يضحك عليك؟ هنا اول حاجه في المطور المضمون ده بيسلم في وقته وتاريخه مضمون وعدد سنين خبرته. يعني زي طلعت زي نافيستا زي سوبك، معروفين بعدد سنين خبراتهم. مش ممكن السنين دي كلها، خلي بالك هو هيسلم المشروع مش حفاظا عليه، حفاظا على اسمه. يعني هو مش حبا فيك، حبا في اسمه. هيسلم المشروع عشان كده، مش عشان اي حاجه تانيه. دايما المطور الكبير هو اللي بيخلق الديستنيشن، هو اللي بيروح منطقه زي مدى مثلا ولا اكتوبر الجديده عشان كل المطورين بيجروا وراه. لكن المطور الصغير ما بيعملش الكلام ده، بيبقى تابع دايما. فده تقدر تعرف منه بعد كده. بتعرف يعني، لما سالوا العبار من فتره، احنا كل مشاريعنا بيج في جراي، يعني الوانها هو الوان ثابت. فساعات التكرار ده مش ملل، ده حفاظ على جوده. يعني لا فيستا عندها ستايل واحد ما بتغيروش، مواطن في عندها ستايل واحد ما بتغيروش. ده مطور ليه هويه خلاص. انت تقدر تعرف من البنايه بتاعته اللي ده سوبك، اللي ده لافيستا، اللي ده ماونتن فيو. ده مش حاجه ما عندوش تجديد. المشروع تعرف قوته من قوه الشراكات اللي فيه. يعني تشوف المطورين عاملين شراكات مع مين؟ مع شركه الاداره والتشغيل. خلي بالك سيبك من المطور، كل الناس تعرف تبني، كله مقاول كويس. القصه كلها في شركه الاداره والتشغيل، مين اللي هيشغلك ومين اللي هيدلك. على العكس تماما بقى من المطورين اللي انت ما تعرف لهمش. اول حاجه دي ممكن ما بتتقالش كتير، بس دي صدقوني من تجارب بقى، عقد شغل وحاجات كتير. المكتب الجامد زاد عن اللزوم، وهو بيبيع لشريحه معينه سعريه، شريحه قليله. هنا انت لازم تقلق. يعني هو واخد ده، المكتب الفخم قوي قوي ده، وفي الاخر هو بيبيع اليوم ب 3 مليون. ده مش منطقي. يعني ده في وده عن تجارب. بعد كده بتلاقي دي في العاصمه بقى الوعود الخرافيه بقى، قاعد على المقدم ومش عارف، وهنديك نسبه خصم 200%، وهنديك عقد من اول يوم على كل جنيه دفعته، وهتاخد فيه 2 جنيه وحضن. الكلام العبيط ده كلام لازم انت تقلق منه. دايما كان لينا دكتور كده في الجامعه كان يقول لك لو نهيت كلامي وقلت ما كانش حد غلب، يبقى خلاص ده نصاب. يعني ده مش طبيعي اللي بيتقال ده. اه التيم، واقصد كلمه التيم دي بعنايه يعني. هو استاذ احمد عاوز. لا انا كنت هسأل سؤال. انت كنت بتقول ان الشركات لما بتعمل تخفيضات كبيره او كده، ده بيبقى دليل ان مثلا زي افلاس او ان عندها مشكله. مش يعني مثلا كنت مشكلة. سامع مثلا في مصر كانت سمعت ان هي عامله اوفرات، يا اما تخفيضات كبيره مثلا 50% 40% قاعد حاجات في كده. التوب 100.
او ان يعني دبل مده التقسيط، بدل مثلا 7 سنين لا 15 سنه، طب فكانك برضه والله مدينة مصر عاملة بص، عبد الله سلام تفكيره، سلام تفكيره، عبد الله سلام تفكيره دايما فكرة اللي هو عاوز يدخل التمويل العقاري لمصر. خلاص، فهو بيلعبها على المشاريع بتاعته، ده تمويل عقاري. يعني حتى هو دايما بيقول لك انت هتشتري معاك تمويل عقاري بصورة بطاقتك، بس مش في مشروع عقاري، مشروع مش قوي. هو مش عاملها حسبة خصم، هو شامل الفايدة بتاعة الاقساط. هو قسطه على 15 سنة هتدفعهم له دلوقتي، هتاخد خصم 64%. كل دي فوائد. فهو القسط او الرقم اليونت مش ثابت، يعني على مدينه مصر، في اليونتس الجديده، المشروع اللي حضرتك بتتكلم عنه، مثلا مش مثلا سعر اليونت 9 مليون 200. خلاص، عنده كذا طريقه دفع، في عنده على 5 سنين، وفي عنده فوري، في 8 وفي 10 وفي 12 و15. اللي انا بقول لك ده على 15 سنه. على 5 سنين هتاخد خصم 50% وتقسط على 5، هتبقى ال 9 200 ديت هتبقى عامله 4 500 او 4 600. هنا ده مش خاصم له خصم الكاش، هو انا شايل فايده البنك بس. طب على خصم الكاش هيبقى 64% تقريبا، هتبقى عامله 4 مليون جنيه. الفرق اللي ما بينهم، الفرق ال 5 مليون ديت، ده فرق ايه؟ ده فرق الفايده اللي بتنزل، الاقساط اللي انت بتدفعها كفوائد، كانك واخد قرض من البنك. فهو عاملها هنا تمويل. لكن اللي تقلق منه المطور اللي مثبت سعر اليونت وبيعمل خصومات رهيبه. لكن هنا ده عاملها مرنه، هنا ده عاملها خطه تمويل. يعني عبد الله سامع لاعبها لعبه تمويل، ممول وليس مطور. يعني خلاص عدى فكره التطوير، هو بيلعب لعبه فاينانشال، مش بيلعبها لعبه كونستراكشن وديفلوبر وديفلوبمنت، لا هو بيلعبها لعبه تمويل. فدي قصه تانيه. هو كده كده خلي بالكم، يعني اللي احنا بنسمعه ان في مصر هيخش التمويل العقاري الفترات اللي جايه. حتى بقى في شركات دلوقتي، ودي حاجه كويسه، بقى في شركه اسمها ستيم STM، يعني تبع الدوله، بتخش تشتري وبتستحوذ على المشاريع اللي قايمه اوريدي بالفعل، وتبيعها للعملاء استلام فوري. ليه؟ لان بقى ده الاستهداف اللي العميل عايزه. العميل عايز الفوري وقسط، فبقى موجود. الدوله اتحركت عن طريق مطورين ليها، زي ما بيقولوا دراع. في اكتر من دراع، في الدراع الاستثماري الفاخر قوي، في الاستثماري، وفي المتوسط، وفي اللي اقل من المتوسط، يعني في ده كله بيتباع فوري. فده ما بقى موجود. فعبد الله سلام او مدينه مصر ستايل وبيزنس موديل مختلف شويه على اللي انا بتكلم فيه، بس مش اكتر يعني. بعد كده تيم المبيعات نفسه بيبقى ضعيف. عندك ثبت الاعمال مش بس متاخره، سيبك من التاخير، عشان مش قصدي من التاخير، ده حاجه طبيعيه. يعني بغض النظر عن التاخير، المشاريع حتى متسلمه الصيانه فيها تعبانه. اللاند سكيب ودول يعني اللي بيسمى طلعت مصطفى، على فكره طلعت مصطفى من جوه الشقه وحش قوي يعني. يعني اي حد يكسب طلعت مصطفى جوه الشقه، تشطيب وحش، تقسيمه وحش جدا. لكن بره الشقه طلعت مصطفى يكسب اي حد. صيانه ولا كلمه، لاند سكيب، الشارع بيبرق، خدمات طول الوقت. انت تكسبه بس انك جوه الشقه. تشطيب وحش قوي، تقسيمه سيئه جدا، مش جيتد اي حد يقدر يخش فدي. لكن غير كده لا. اخر حاجه بقى الجزئيه دي عقد مطاط، لسه كنت بقول لحضراتكم اللي قبل كده، العقد الاذعان مع المطورين الكبار ما ينفعش تلعب فيه. هنا لما بيقعد يشيل لك بنود كتير ويعدل لك بنود كتير، هنا انت لازم تقلق، ما تطمن، ده مش حاجه حلوه، ده انت كده مش شاطر. عشان بس في عمر يقول بص انا اقنعتهم ازاي، لا انت ما اقنعتهمش، هم اللي اقنعوك. هم اللي اقنعوك ان انت تثق فيهم رغم التعديلات الكتيره. يعني ده مش حاجه تثق قوي يعني، ده بالعكس، ده انت المفروض تقلق. لان لو كل عميل قعد يغير عقد مش هنخلص كده. طب ده كده العوائد بتاعت السكني والتجاري والساحلي وكده. بص يا جماعه، هيظل السكن للسكن. السكن بطلت موضه اجيب شقه وابيعها لله. ما حدش يعمل كده لله، خصوصا السنين اللي جايه ما حدش هيشتري منك. خلاص دي كده منتهيه. حتى لو حد هيشتري منك هتلاقي المطور جه وقف لك البيعه،
وقف لك البيع عن طريق كذا بند سهل جدا يعملوا لك. ابسط حاجه هيخلي لك الصيانه على الشقه الجديده او على السعر الجديد مش على السعر القديم. هيجي يقول لك انا موقف التنازلات شهرين ثلاثه اربعه. هيجي يقول لك انا عاوز رسوم تنازل كبيره. هيجي يروح للمقاول سوري للعميل الجديد ويقول لك يا باشا طب بدل ما تروح عنده تعالى اشتري عندي من غير اوفر ومن غير مقدم وزيرو على 10 سنين. فما تروحش في السكه دي. كان غيرك اشطر. اللي بالك في بال غيرك. وما تنساش ان الاستثمار في العقارات استثمار ممل من 7 ل 10 سنين. والعائد على السكني عائد ضعيف يا جماعه جدا جدا جدا. يوم لما بيكسر الدنيا بيجيب 5 6%. وده في مافيدا وده بانواع معينه من التشطيب لكن الطبيعي بتاعه من 3 ل 5%. فهي ده بقى دي اهم حاجه لما تيجي تفكر في الاستثمار. السكني ده العائد بتاعه من 3 ل 5%. الساحلي من 8 ل 11 والاداري من 9 ل 10 والفندقي من 10 ل 12. التجاري هيظل هو البابا بتاع الشغلانه من 15 ل 20%. ده متوسطات. انا ما بتكلمش في القران الكريم ده متوسطات. بس هيظل اللي كل الناس محبوسه في السكني. مع ان التجاري مع ان الفندقي مثلا هو ده البومينج هو ده اللي جاي هو ده اللي فيه كل الحاجه اللي في الدنيا كلها جايه من الفندق. فلما تيجي تفكر في الاستثمار بص للورقه دي كويس. بص للسلايد دي كويس. بلاش تروح في السكني مش هتعمل بيه حاجه. الاستثمار الفندقي في مصر هو اللي قادم هو اللي جاي هو اللي جاي والساحلي طبعا. تمام. دي من اهم الحاجات. وانا مرتبهم من حيث الاهميه. انا دلوقتي عاوز استثمر اروح فين او الفرص فين في 2026 و27 لغايه 30 ممكن بعد كده كمان. هتظل الشقق الفندقيه هي اهم حاجه. ليه بقى الشقق الفندقيه اهم حاجه بالارقام؟ احنا في بلدنا عندنا 230 الف وحده فندقيه في مصر. بس كده. انطاليا اللي في تركيا عندها نفس الرقم. البلد عايزه في 2028 يبقى عندنا نص مليون وحده فندقيه. فاحنا الرقم ده لازم يتدبلر. لازم يبقى الدبل والزياده كمان. فبقى شبه الزام. مش هقول لك قانون بقى شبه الزامي على المطورين اللي هم يبنوا وحدات فندقيه واللي مش هيطلع مشروع وحدات فندقيه يبني له عمارتين 5 عماير وحدات فندقيه. فبقى في فرصه هايله جدا. ليه؟ لأن في رؤيه 2030 احنا عاوزين نستقبل 30 مليون سائح. احنا استقبلنا كام السنه اللي فاتت؟ 17. فانت عندك قرب الدبل عجز. طب الناس دي لما تيجي هتسكن فين؟ فالارقام خلي المؤشرات هي اللي بتحركك. اي حد بيستثمر الارقام والانسايتس هي اللي بتحركه. مش اللي الناس بتقوله مش المعروف. المؤشر بيقول ايه؟ المؤشر بيقول اهو. احنا تعالى نمسك. انت عندك من 230 الف غرفه فندقيه عندك 190 الف غرف فندقيه. يعني مش عارف 80% باين موجودين في شرم الشيخ والغردقه. الباقي كله موجود في القاهره ومتنطور بقى في الجيزه في اسكندريه متنطور يعني. فانت عندك كميه عجز في الشقق الفندقيه في مصر اكتر ما دماغك تتصور. والشركات كلها اللي بتبني والماريوت اللي بيخش وغيره اللي بيخش مش عاملين دراسه جدوى كده بالعبيط ولا دراسه جدوى كده باي كلام. لا. هم عارفين ان في فرصه في مصر في الشقق الفندقيه. والشقق المخدومه كمان. الشقق الفندقيه اللي أنا اقصد بيها سواء براندد تبع اوتيل او مخدومه زي ما موجوده في السعوديه والامارات والكويت وقطر. في مصر البند ده مش موجود. فدي فرصه. هترتبهم بقى جوه الشقق الفندقيه. الساحل الشمالي هيظل احسن استثمار. يعني انت لو قدرت تعمل شقق فندقيه جوه الساحل الشمالي انت كده رقم واحد. القاهره الجديده العاصمه العين السخنه بترتيبهم. ده مش معناه برضو ان مشروع بتاع التطوير وحش. بالعكس هو مشروع حلو. فالشقق الفندقيه زي ما انا كاتب حتى لكل واحد الدخل ده دخل بالدولار وجار واعاده بيع لما المشروع يخلص استلامه والدنيا تبقى حلوه فيه. طب المشروعات الساحليه هيظل راس الحكمه وسيدي حنيش والعلمين والجلاله بترتيبهم. العلمين اهداهم شويه على فكره مع ان هي دلوقتي العلمين هي اكثرهم يعني. ولكن انت دايما بتبص لقدام ما تبصش تحت رجلك. هتلاقي راس الحكمه رقم واحد. سيدي حنيش
قرب مطروح، وعلم الروم برضو دايرة القطرية لما دخلت من كام شهر. الجزئية بتاع الساحل الشمالي ده يا جماعة رائع. مشروع الشاليه هناك أفضل استثمار إيجاري، أفضل استثمار إيجاري. و بس ما تبصوش دلوقتي، خلي بالك خط الساحل 140 150 كيلو من القاهرة لاسكندرية، من اسكندرية لمطروح. فهيخلص، فعامل الندرة فيه موجودة من دلوقتي. فما تشغلش بالك يعني احنا كلنا اشترينا عشان نأجر. طب مين هيأجر؟ مش هيأجر، كله هيتأجر. بس ممكن مش دلوقتي، ممكن مش سنتين ثلاثة أربعة. استثمار طويل. أنت بتعمل، دايما بقولها، أنت بتعمل مكافأة نهاية الخدمة ليك. أنت بتعمل مشروع وأنت خارج، ليك مكافأة نهاية الخدمة بتاعتك. هو المشروعات دي يكون في بس في انكم. بعد كده طبعا بابا الشغلانة الوحدات التجارية دي هتظل البابا، بس يمكن دي أعلاهم رأس مال، ده الأعلى رأس مال. ولكن دول الأفضل، دي أعلى عائد. اللي معاك القدره الشرائيه سواء انت او صحابك، يعني هنا انتوا تشاركوا وتطمن قوي قوي قوي، وتروح للمشاريع اللي بتجبرك، اللي هي تشغل، مش انت اللي بتشغل. خصوصا في المحلات، في الشركات الكبيره. الشركات الكبيره يا جماعه دلوقتي ما بتخليكش انت اللي بتشغل، وده الصح وده الافيد لك. ما تبصش ان هم ياخدوا 20% و30%، ياخدوا اللي ياخدوه. بس محافظين لك على الدخل، محافظين لك على قيمه، محافظين لك على ورث لعيالك. حاجه حلوه، حاجه تفرح. ما تبص هم بياخدوا من 20%، يا سيدي ما ياخدوا، ما هو يا سيدي ياخدوا 30 بس يجيبوا لك عائد. لكن انت وانت بتديرها هتديرها ممكن تديرها كويس سنه سنتين خمسه، بس بعد كده مش هتقدر. فالوحدات التجاريه هتظل الاولى، ولكن هي الاعلى دخلا. لكن الفرص فندقي ساحلي تجاري. طيب، عشان انا عارف انا طولت يعني على حضراتكم، بس الرسيل الرسيل. طيب، انا عندي وحده ومش عارف ابيعها، او ابيعها ازاي، او اسعارها ازاي. احنا بنروح نشوف المطور بيبيعها خصم الكاش بتاعه كام. يعني انت شاريها مثلا في تطوير، في سودك، في ايا كان المطور. الو، ازيكم، انتوا بتبيعوا خصم الكاش كام؟ قال لك 27% 30%. فاحنا لازم اول او بسم الله الحمد لله كده لازم نقل عن ال 30%. بالله ما تقوليش اصل اللي جنبي باعها بكذا، انا ماليش دعوه باللي جنبك، انا دعوه بالواقع. كله يقول اللي عاوز يقول، خلينا في الواقع. فده رقم واحد. رقم اتنين، بتشوف المطورين اللي جنبك في نفس المنطقه، الجيران بتوعك عملوا ايه، برضه خصم الكاش بتاعهم كام. لان اللي هو يا جماعه جاي يشتري ريسيل، هو مش هيموت على الكومباوند اللي انت عايش فيه. خلاص كده، فهو عادي يعني جنبك في أربعة خمسة بينافسوك. ده بقى ما بقولكش بقى المنافسة الداخلية اللي في نفس الدور ممكن تلاقي اتنين تلاتة بيبيعوا. فأنا بكلمك في المطورين اللي حواليك. طب، عرفنا. بتخش على اولكس وبيوت، وبتشوف نفس اليونت دي معروضه بكام، ومعروضه بقى لها قد ايه. ما ممكن تبقى معروضه ب 4800، ب 5600، ب 10 200، ب 15000، ب 15 مليون. بقى لها قد ايه معروضه؟ مش تقول لي ما هي نفس الشركه المعروضه بسبعه، ما هي تتعرض. بقى لها قد ايه؟ هل اتنفذت؟ بترفع سماعه تليفون على خدمه العملاء بتاعت الشركه بتاعتك وبتسالهم، بتحدد معاهم ميتنج. قلت لهم يا جماعه انا عاوز اعرف التنازلات، بند التنازلات عندك اخر وحدتين يتباعوا بنفس المساحه بتاعتي اتباعوا بكام؟ ده السعر الحقيقي، اللي هو خدمه العملاء بتاعت الشركه بتاعتك، بتاع المطور بتاعك. ده السعر الواقع، ده اللي اتنفذت بيه ومش هتنفذ غير بيه. ربنا رزقك بقى بحد مش فاهم القصه، ده قصه تانيه. لكن الطبيعي هي هتتباع باللي جنبك باعها. انت مش احسن منه ولا احسن منك. طب، انا متعثر والدنيا خلاص بتتسحب مني الوحده، او قربت تتسحب مني الوحده، او الاقساط بقت تقيله عليا. اعمل ايه؟ طب، انت دلوقتي دفعت قد ايه؟ 2 مليون مثلا، او 3 مليون، او مليون ونص، وات ايفر بقى. دفعت مقدم واقساط سنه، سنه ونص. خلينا نتفق اللي انت حاولت تبيعها ومش هتتباع، والدنيا بقت صعبه قوي، بقى عليك قسط في 1/4 اللي جاي 200,000 جنيه. انا شايف ان افضل طريقه دلوقتي بدل الريسيل المشاركه، انك تشارك شير. والمشاركه، اولا انت لازم توقف نزيف الدم. يعني ايه توقف نزيف الدم؟ انت عندك اقساط كل كوارتر، اول حاجه وقف الاقساط.
بعد كده عشان تعرف تفكر، لان كل ما عليك اقساط ومضغوط مش هتعرف تفكر. فبتعمل ايه؟ بتشوف من دايرتك حد هيخش معاك شير بالاقساط. يعني انت دفعت مليون 200، هو الراجل ده كده هيقعد يدفع 5 اقساط عشان يوصل للمليون 200، او 6 اقساط عشان يوصل للمليون، 6 اقساط عشان يعني سنه ونص. يبقى انت اسمك وقفت الاقساط، حافظت على اليونت اللي معاك، وبعد السنه ونص اولا هيحلها الف حلال، ده يعني هتكون اتباعت، حتى لو ما اتباعتش هتيجي بعد سنه ونص تدفع ال 200,000 جنيه اللي هو الكوارتر، هيبقى 100 عليك و100 عليه. مش وقته خالص المكسب انا لوحدي، وانا مش، لا انت لازم تفكرها بشكل مختلف. خلاص الدنيا فيها تعصب، وخلي بالكم في ناس كتيره مش عاوزه تعمل ده، فاليونت بتسحب منها. انا اعرف ناس اليونت سحبت، واكيد حضرتك تعرف ناس اليونت سحبت منها بسبب التعصب. فخلينا نفكر بطريقه عمليه اكتر، كبزنس اكتر. انت في الاول وفي الاخر شاريها مش عشان تعيش فيها، انت شاريها عشان انا اكسب منها. المكسب بيجي مع طولة المده. الاستثمار تاني، العقار استثمار ممل، محتاج مده طويله، فانت لازم تصبر وتطول بالك في حلك عشان انت معسر، بدل الانتظار واللي انت تقعد تعرضها هنا وهنا وما بتتباعش ومش هتتباع. المشاركه، وده احسن طريقه، وفي ناس مجرباها وكسبت منها وعدت مرحله التعثر. فدي حاجه انا بشوفها من الواقع اللي انا عايشه مع عملاء كتير. دي افضل طريقه، ممكن لسه مش منتشره شويه، بس خلينا ننشرها يعني. شوف في دايره معارفك، في الدايره اللي حواليك، لو عملت بوست عندك على الفيسبوك: يا جماعه انا حد يقدر يشاركني ويدفع الاقساط هو ويكمل من غير اوفر، ما ويكمل الاقساط والمشاركه. لان هو دلوقتي لو انت ما عملتش كده، ما هو المطور بيعمل كده. ما هو المطور يقول لك تعامل من غير مقدم وادفع الاقساط بتاعتك على المدى الطويله، فهتيجي منك احسن ما تيجي من المطور. فانا يعني اولا انا معلش انا لو طولت عليكم ورغيت في حاجات كتير، بس انا حاولت اجمع حاجات كتير في وقت قليل. ولو في حد عنده اي سؤال يبعته لي او يساله لي، تحت امرك اجاوبك في اي حاجه. انا كانت نيتي لله خالصه ان انا اديك كل المعلومات اللي اقدر اقولها دلوقتي، لان مش هينفع في عدد موجود وعدد كمان ما قدرش يحضر ان انا اقول تفصيله كل كيس باي كيس. الموضوع هيبقى صعب جدا، وانا عشان الناس اللي حضرت لغايه الاخر وحاولت يعني افيد اكبر قدر ممكن. فانا فاتح باب الاستشاره مجانا 20 دقيقه لاول 5 عملاء. هيتبعت لينك دلوقتي على الواتساب على الجروب المهتم ب باللي هو يحجز استشاره فور فري معايا تلت ساعه نقدر نتكلم فيها براحتنا، نفهم الوضع. هنتكلم في 5 4 نقط كده، نفهم الوضع دلوقتي الداخلي ايه، الاهداف انت عاوز تشتري ليه، ايه انسب حاجه ليك، نرشح 3 مشاريع بتفاصيلهم، طب نخش امتى، طب نخرج امتى. وده فور فري، ده لا ضغط ولا زن ولا بقى الجو بتاع السيلز اللي كلنا بنشتكي منه دوت. ده الهدف الاساسي اللي الناس اللي حضرت وكمان حضرت لغايه الاخر ومسهرها. الساعه عندنا في مصر 12 الا ربع، وفي السعوديه 1 الا ربع، وفي دبي 2 الا ربع. فالناس اللي سهرانه، فانا بشكركم و... ودي حاجة أنا بقدمها لكم. أتمنى أكون على قد ما أقدر فدتكم يعني. ولو في حد عنده أي سؤال، أنا مش عارف لو في سمحت يا دكتور، في بس ايه رأيك في شركة انرشيا؟ بتاعت الساعة كان عندها مشاكل بعد كده اتظبطت. يعني وضعها هو فعلا لا كانت لا، الفترة وضعها اللي فاتت. مطمئن وبقى دلوقتي مطمئن و... والمشروع بتاعها أصلا حلو. خلاص سيبك بقى من التعثر اللي حصل لهم قصدك شوية. على انه مشروع؟ الساحل صح؟ مظبوط، اه. ما هو كان هو القلق كله. مم. عشان الارض وبس، حلوا مشكلة بس الارض حلوا والناس مشكلة، اللي وحلوا مشكلة دخلت. السيولة. فبالامانه هو بص، ارجع باك تو بيزك كده. المشروع حلو، اللوكيشن بتاعه حلو، المشروع كبير حتى لما المراسم دخلت فيه واسمتهم فيه، برضه مشروع حلو. مشكلتهم كان في التعثر، ولكن هم حلوها بوضع فاينانشال كده معين، وخدوا قروض وفي استثمارات دخلت لهم وضخت لهم. فالمشروع لا، وهم بدأوا يسلموا حاجات، ولا لا، فهو مشروع كويس. ربنا يبارك لك فيه.
طيب وموضوع المعدلات الايجار يا دكتور، يعني دي بتبقى إيه نظامها؟ يعني هو هو انا دلوقتي ما اقول هوش لحضرتك حاجه، فندق. بس معلش، انا نفسي ابقى دكتور بس انا لسه ما بقتش دكتور. يا باشا انت باللي عندك من معلومات ما شاء الله دكتور يعني ربنا يخلي حضرتك، لا تسلم والله، بهزر. طيب ايه وضع المعدل الاجباري. المشروع؟ معدل يعني الواحد يكمل فيه ولا يطلع منه؟ لا 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 لا، ليه تطلع منه؟ ليه؟ ده احنا ما صدقنا ان هم قاموا. تطلع منه لما قاموا. والله هي المشكلة في الاقساط تقيلة. اه. فانا قلت بس اخد رأيك، ايه الدنيا، اكمل الاقساط تقيلة اخليني؟ بص يا ولو فندم، كملنا طيب معدل الايجارات بتاعت الفترة اللي جاية ان هو مش فندقي، ده شاليه. ما انا عارف خلي بالك طب انت، معدل الايجارات بتاعته تكون ايه يا دكتور؟ هكلمها لك بالارقام ماشي، مش بالنسب. اوكي. ماشي. اليوم في الغرفتين في العالمين، مش في راس الحكمه، ب 5000. انت عارف موقع المشروع طبعا. طبعا طبعا. ومراسي جنبي. طبعا. وانا اللي هي الايلا مش اللي هي الكويز كمان. وانت جنبك، انت لا، انت المشروع مقسوم بينك وبين مراسم. ايوه مظبوط. ما احنا كانوا بيبيعوا على حسكم، بس المهم، يعني كان بيبيعوا على المشروع انرش على حس انرش يعني. في العالمين اليوم ب 5000. طب في راس الحكمه الاوضتين، في راس الحكمه اليومين، سوري، الاوضتين اليوم ب 7 ل 8000، اللي هو من الحد للاربع. خلاص كده، مم. مش ده مم. خميس جمعه سبت. خميس جمعه سبت دايما بيزيد 30%. القصه كلها هتبقى نوع الفرش وطريقه العرض. يعني حضرتك محتاج تفرشها فرش محترم، وتعرضها بشكل ايه، حلو كده، طريقه احترافيه في العرض بتاعها. مم. ما تلعبهاش لعبه جامده، يعني في ناس بتسعر هي كده، ما فيش حاجه اسمها هي كده. بدل قعدتها تجيب منها فلوس. فهي لا، انا لو تاني، لو مش مزنوق كمل، لانك انت هتكسب منها على اللونج، على الميدل واللونج ران. الميدل اللي هو كام سنة يا دكتور؟ 3. 3 من دلوقتي. اه. 3 من دلوقتي. طيب يعني هيبقى الرينج بتاعها، المشكلة كمان ان احنا هتبقى سيزونالي، يعني انت بتتكلم في خلال. متهيألي خلي بالك الساحل، بص عشان الساحل مش هتبقى موسمين. يعني مش هيبقى هتبقى سيزونالي موسمين. بعد 3 سنين، مش هيبقى سيزونالي. بعد 5 سنين مش هتبقى موسمين، بعد 7 سنين مش هتبقى موسمين. خلاص هي بتتحول لاسكندريه جديده، بتتحول لمحافظه جديده، هتاخد وقتها. بس صدقني، هتيجي بعد شويه عيالك هيلوموك، اللي يا بابا بعت دي. عارف انت اللي كان عنده حاجه في اسمها ده، في التجمع، التجمع على الناس الحرام. م- فبنات صدقني انا اقول لك على حاجه، انا كنت من المحظوظين، اللي كان ابويا وامي كان في البنك الاهلي. فدول ابناء الموظفين دول بيدوا لهم شقق في الساحل الشمالي، ايام بقى الساحل الطيب. كانت فين؟ في كيلو 92، قبل مارينا واحد. الكلام ده بقى فين؟ بعد ايام مراقية يعني. انا بعد ما انا في كيلو 92 قبل مارينا ب 7 كيلو، ما عند شاء الله. اللوتس كده. م. ف ده الكلام ده كان سنه 98. خلاص. كان اخر تطورات الدنيا كلها كانت مارينا، بعد كده كان الصحراء لغايه مطروح. ما كانش في حاجه تانيه في الدنيا خالص. فهم حافظوا عليها. لما انا كبرت بقيت بروح الساحل املا في غيرهم خدوها وباعوها. قال لك دي بعيده، وهنعمل ايه؟ خلينا في اسكندريه والمعموره. كان ساعتها المعموره لا، عشان نورنا يعني. بس القدام ايه؟ وفي ناس قال لك لا نروح مطروح، بس المستقبل، في المستقبل هنا. فصدقني بلاش تبيعها طالما مش مزنوق، وعامله لك ضغط وهتتسحب، ودخلنا في سكه غميقه. لكن ما دخلناش في السكه دي وعمال تزنق، معلش يزنق. هي حاجه كويسه. عامه الساحل حاجه كويسه جدا. تمام تمام، بس يعني حضرتك شايف ان المشروع كويس؟ مش انا مشروع كنت قلقان كويس. من المشروع، ابتديت يعني كنت قلقان، اطمنت شويه، وبعدين لا مع لا الظروف والضغط بتاعي والظروف لا، بتاعت القسط. تاني المشروع حلو. دلوقتي انك انت تطمن ليه، الحمد لله حلوا المشاكل. فالحمد لله، يعني احنا كنا فين وبقينا فين. أستاذ مازن لو سمحت، طب منطقة جسر السويس ومنطقة العبور الجديدة مم. إيه وضعها من وجهة نظرك؟ العبور افضل من جسر السويس. اقول لك حاجه، جسر السويس محسوبه خلاص على المناطق الشعبيه اكتر منها المناطق المستقبليه.
يعني اتصنفت تبع سواء جسر السويس، تقسيم عبد الناصر، حلمية الزيتون، كل الجزئية دي متصنفة حاجة غير العبور الجديدة، غير العبور عامة، عبور أو عبور الجديدة. فلو حضرتك بتفكر في شراء حاجة يبقى روح العبور الجديدة، متصممة أفضل، تصميمها طيب أفضل، بالنسبة قريبة لنسبة من نسبة المحلات أو المحلات التجارية، وهي دي أكتر حاجة مستهدفة لموضوع الضمان والثقة إن أنت بتستلم والكلام ده كله. ففين برضو الأماكن الأفضل في موضوع المحلات؟ في المطلق. أنا مش دلوقتي ما بتكلمش في سعر، ها يعني أنا ماليش دعوة لا في المطلق، لا المطلق. كمناطق. هترتبهم: طريق السويس، خلاص، أوكي. الصعيد الشمالي، شريط الأبراج السياحية في العاصمة الإدارية، تمام. المكاتب اللي موجودة في الحي المالي. طيب بالنسبة للمحلات، الأفضل المحلات اللي داخل المول ولا المحلات اللي بتكون خارجية؟ بص يا باشا، أفضل محلات في الكوكب المطاعم. لا انا بقصد، لا بقصد مش نوع النشاط، انا بقصد المحلات اللي داخل المولات، او مول مجمع داخل كومباوند، او فهمت خارج فهمت. على الشارع الرئيسي ما هو مثلا. لو خارج عن، لو على الشارع ده تبع شركة بتعمل حاجة اسمها ستريب مول، طبعا، خلاص. اوكي. وده بيبقى مع شركات زي ووتر واي مثلا في التجمع والحاجات دي، طبعا ووتر يعني وما شابه، أنا بتكلم على النوع ده. تمام. ده طبعا جامد جدا. لو جوه مول فلازم اسم المول او اسم الشركه واسم الشركه اللي بتعمله لازم تبقى قويه جدا. تمام، يعطيك الف عافيه. ربنا- تسلم. حد بيسال عن هو نيشن اوف سكاي، طبعا شركه جامده جدا نيشن اوف سكاي، تجمع. ال الحاجة التانية يا دكتور، كنت أنا بسأل دلوقتي يعني، أو فكري كنت عايز أخلص دي أو أحاول أقلبها علشان أروح على الأبراج اللي في سخن. السخنة عشان أرخص. فأنت إيه رأيك؟ اولا انا، طب انت عارف سعرها بكام دلوقتي؟ الأبراج اللي في السخنة اه ب 4800. لا، ده كان ده فين ده اللي ب 4800 ده؟ آخر مكالمة جاية أول إمبارح كانت ب 4800 وقال لك في 500. لا الاسعار زادت. آه، بعتذر اني بتدخل، بس الساحل افضل يعني. بالظبط. على المدى البعيد الساحل افضل على يعني، مشكلته إن تقيل في امتى السعر السخنه أوي. تبقى افضل؟ لو حضرتك ما دخلتش في الساحل كنت السخنه تبقى افضل طبعا. لكن أدام ما هي المشكلة يا دكتور، بس الموضوع بص يا دقة. باشا انت اشتريت في حته ممكن حلوه. تعمل شيرنج يا مستر معتز زي ما هو اقترح. مم. لسه هقوله كده، لسه هقوله قسم الريسك معاك مع حد تاني، حد يشيل الريسك معاك في الاقساط لو الاقساط كبيرة عليك. خشوا اتنين فيها وخلاص، بس هي حلوه. هي حلوه بجد يعني، بجد يعني. وخلي بالك حضرتك، اولا غير السعر اللي هو اختلف، انت عقبال ما تبيعها وتروح هيكون برضو سعر اختلف في تطوير، لان السعر زاد عن اول يوم، زاد، حصل زياده فيه. يعني انا كنت موجود في يوم اللونش بتاع الاسعار. انا عارف المشروع من نهايه يناير، خلاص، من الشركه. وعارف اللي ويل سميث هيعمل اعلان، وعارف ان عمرو اديب ورئيس الوزراء كان رايح ومتقال لنا بص، وانا بقول لك السعر زاد. يعني ممكن ابعتها لك على الجروب الليست جريد بتاعت الاسعار. خلي بالك، ما هو تاني ممكن يقول لك السعر ده بس على مده تقسيط غير، ما هو عنده 5 و7 و10. مم. فعلى حسب، ما ممكن العبك بالكلام برضو عادي خالص، يعني عادي. يعني هي مثلا ب 6 مليون 200، ده على 10 سنين، على 8، على 7 سنين هتبقى ب 5 و500، على 5 سنين هتبقى ب 4 800. طيب حضرتك كنت بتقول بالنسبة للموضوع إنك لما تيجي تأجرها تأجرها بشكل ذكي، إزاي يعني؟ ما سمعتش حضرتك غير كلمه لما ذكيه. حضرتك بتقول تيجي تأجرها تأجرها بشكل ذكي، ما لا، تيجي تاخدش، تعرضها. أو تعرضها بقى بشكل ذكي، إزاي يعني؟ جيب مصور محترف يصورها، جيب مصور محترف يصورها مصور. ويعرضها، او شركة ادارة هي اللي تدير. انا بعتذر زي يا الجماعه اللي باشمهندس بالعكس، اني ده بيعملوا على بتدخل. فيديو دولار والله. دولار. لا يا فندم. والله لا صح. تصوير، حد بيجي بيعرف يعمل في فيديو. ناس اثنين متخصصة ناس متخصصه. ثلاثه ويعمل تخليك فيديو بالعربي وبالانجلش مرن مرن في تسعيرها. في حد في حد اسبوع. أونست تعرفه يا دكتور بتاع التشغيل إن هو يمسكها إدارة وتشغيل؟ في ناس كويسه، في ناس كويسه، اقدر اقول لحضرتك على كام حد يعني كويسين. سهل سهل. طيب خلاص أوكي. شركه وتقدر العمار. تمونيتور المكان، يعني تقدر تحط كاميرا على باب المكان تشوفه من اي مكان في العالم. تقدر تعمل سمارت لوك تتحكم فيها من اي مكان في العالم. في تقدر حاجات تربط كتير كده قوي. بابلكيشن عندك. نعم.
بقول يعني تقدر تربط ده كله بابلكيشن عندك. ايوه تمام تمام. شركه العمار ليها وعليها. خلاص يعني م- م- هي الامور هتمشي، بس هتقعد وقت شويه. بس فكره سحب الارض والتاخيرات والحاجات دي كانت على الساحل كله بما يرضي الله، يعني مش عليهم بس. بس هم خدوا القرار، يعني كان عندهم مشكله وخدوا القرار خلاص. فلا يعني جو اهيد يعني. ف انا كان فاضل 3 دقايق بالظبط. في لينك هيتبعت برضو لحضراتكم على الجروب، ولو عاوز او اتبعت خلاص اهو. لو حد حابب يحضر انا وهو 1 تو 1 سيشن، ده طبعا فور فري، تلت ساعة نقدر نتكلم فيها براحتنا. هكون مبسوط طبعا، وانا بجد 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 فرحان ومبسوط ان حضراتكم اهتميتوا بالموضوع. ويا رب اكون قدرت افيد ولو ب5% على الاقل. انا لو بالنسبه لي حضرتك شفت الخريطه بس، وهبعت اللينك بتاع الخريطه عشان في حد كان طلبه مني يعني. اللينك بتاع استفاد بالخريطه بس، شاف المسافات عامله ازاي، شاف الدنيا عامله ازاي. دي بالنسبه لي اكبر استفاده النهارده من اليوم. اشكركم جدا 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 جدا، ومعلش سهرتكم. لا شكرا لحضرتك يا فندم، وكتر وتسلم. خيرك، ربنا يخليك. وجهد ما يعني جميل واستفدنا كتير بصراحة. تسلم تسلم، وربنا طيب، يخليكم. كنت يلا. حابب اسالك يا مستر مازن. مش سامع حضرتك. كنت عايز اسالك مستر مازن، بالنسبه احنا المغتربين احنا بنبقى محتارين في الحاجات اللي جوه مصر زي ما حضرتك مم. قلت في الاول. في كمان احنا في جزء مننا محتارين نشتري في مصر ولا نشتري مثلا في دبي. في دبي. لان طيب. احنا عايشين هناك، وبنوكنا هناك، والدخل بتاعنا اه. هناك، والاغراءات كتير. وطبعا الدنيا هناك ستيبل، ويقول لك من 8% طبعا. ل 10% ده الزامي. وسمعنا ان اه. بن غاطي هينزل مصر قريب، وهو خد مقر اوريدي في التجمع. فانا فلا كنت هو منتظر منك والله تتطرق للحته دي، يعني احنا مثلا وفي لو ثلاثة جورجيا أربعة وفي حاجات مغتربين. كتير قوي في جورجيا كمان. في جورجيا. طيب. فاحنا بالنسبه للي عايشين في الامارات دماغنا بتلعب قوي ان احنا نشتري مع الناس اللي هناك اعتقد يا اوريدي باشمهندس عايشين تعمل هناك. حلقة مخصوص عن بره مصر دي. والله لسه او كنت هقولها. انا فعلا يعني لو حضرتك ممكن نتكلم انا وحضرتك 1 تو 1 في موضوع اللي بره مصر، وانا هعمل ويبينار برضه عن بره مصر وخصوصا دبي. ده انا هعمله يعني. حضرتك ممكن نتكلم انا وانت 1 تو 1 في لان الاسعار دبي. بقت قريبه من بعضها قوي على فكره. اه. يعني ال 10 مليون مصري بقت بتجيب لي هناك اوضه وصاله دلوقتي، مع صح ناس توال يا زي باشا زمان. تجيب لك في اسبانيا، مش في دبي. صح اصل صح صح. احنا طب ما عايشين هو في دبي، فاللي هنجيبه هنقعد بيه بقول لك نوفر تجيب لك في الايجارات. اسبانيا وتديك اقامة اتحاد اوروبي. انا بكلمك في قصة تانية خالص بقى. صح 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 صح. وتجيب في جورجيا وتجيب في اسبانيا وتجيب في حتت كتير وتجيب في اليونان يعني تجيب في حتت. ما هو خلي بالك انت دلوقتي بتتكلم بلغه استثمار. الاستثمار ملوش قلب ولا وطن ولا الكلام ده، هو بتجيب انت هتدفع وتديني فلوس اقامة، مش بتجيب وتديني بس، ده موضوع اقامه. الاقامة ده بفلوس لوحده. فانا مع بس حضرتك. مين؟ خلينا نتكلم مع حضرتك وان تو وانا هجهز حاجه ويبينار للي بره مصر، للي بقى في الامارات والكلام ده، لان دي حاجه كبيره قوي وكتيره. لان هم عمالين يقنعونا دلوقتي ان ممكن اربعه يخشوا في اوضه وصاله مع بعض. اه ده اه ماك اخر حاجه عملتها دلوقتي. فكل واحد وفي هيدفع له 2.5 مليون مصري بس. وفكره حلوه، بس البيمنت هناك بتبقى مضغوطه شويه عننا. خمس آه، سنين 5 سنين. 5 سنين، وفي شركات اه، بتعملها اكتر كمان. ممكن المطور اقل كاسم، بس بتعملها اكتر. في حاجات بتوصل ل 8 سنين دلوقتي خلاص. لا مش بس شرط ده ماك كمان. ممتازة بصراحة على خمس طبعا. يعني سنين ده ماك لا وبنغطي وشغل 5 سنين دلوقتي. وبنغطي ممتازة. وبنغطي ده البابا يعني. لا خلي بالك انا بشتغل على سوق دبي، فانا طبعا يعني فاهم اللي انت بتقوله والله. حاسه والحقيقه ما انا رضيتش سمعت ان اتكلم هو فيه. نازل في مصر جاي قريب جدا، خلاص هو نازل اه. خد مقر اوريدي. وخدوا على فكره من الساحل اللي فات، يعني في الساحل اللي فات كان واخد المقر بتاعه في الساحل الشمالي. لا انا سمعت انه خدوا. واخد في التجمع اوريدي، خد لا مكتب هو في في الساحل التجمع. من السنه اللي فاتت، الساحل من السنه اللي فاتت. اوكي. في حد. فخلينا نتكلم مع حضرتك فيها 1 تو 1 ديت، اشرح اكتر فيها. في حد بيسالني رايي في موضوع البروج. استاذ هيثم احنا جيران، انا اوريدي ساكن في مشروع البروج. فشهادتي فيه مجروحه، فاقول لك اكيد اقول لك حلو. بس هو حلو. انا اوريدي عايش هناك وساكن هناك ومشتري اكتر من حاجه هناك من زمن الزمن يعني. فهو مشروع حلو وشركه تقيله قوي، وانا ساكن هناك. ف معلش طولت عليكم. و... وإن شاء الله لو حد حابب نقعد مع بعض اللينك موجود، وأتمنى أكون فدتكم النهاردة. وتصبحوا على خير ونلحق نتصحى. يلا. سلام. مع السلامة.